تخيل معايا يا صديقي انك تتولد ببنية جسد اسطوري ويكون العالم على وشك ظهور اسطورة جديدة، بس فجأة يجيلك امبراطور ظالم ومفتري عاوز يسرق طاقة جسمك علشان يديها لابنه، بس للأسف يا عزيزي بيفشل انه ينقل القوة الكاملة، بس بعد ما بيدمر جسمك ويخليك تعيش حياة بائسة بقوة ضعيفة. ولكن صاحبنا داولينج ليه رأي تاني، قرر انه يعود مجددا لطريق القوة بالتدريبات الاسطورية، فهل سيكون قادر على إعادة قوة الجسد الاسطوري؟ اهو ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. اشتراكك ولايكك المتين بقى علشان نشوف العظمه بتاعت النهارده. بنبدا ونشوف واحد بيقول انا ما كنتش متخيل ان داولينج هيكون الجسد الاسطوري الاصلي. الجسم ده ما ظهرش من سنين كتير، احنا لو دمجنا التشيب بتاع الواد ده في جسم الامبراطور القادم هتكون قوته في حته تانية. فبالله الامبراطور بيقول كده ابني هيكون من اقوى الزعماء في التاريخ، وفي العالم ده امبراطور عيلتنا هيكون قادر يحكم العالم. شيخ وانج اتاكد انك تدمج الطاقه الاصليه في جسم ابني بشكل كامل مهما كان الثمن. فبالله الشيخ بدا يخترق روح داولينج اللي اتألم بطريقه كبيره، امه حست بيه فقالت لابوه ان ابنهم في خطر وجريوا بسرعه علشان يلحقوه. في الوقت ده بدا وانج يطلع طاقه روح داولينج ويحطها في جسد الامبراطور في الوقت ده امه وابوه دخلوا، فالشيخ وانج قال للخدم بتوعه يوقفوهم، بس ابو داولينج ضربهم وكان هيضرب الشيخ علشان يوقفه، بس الشيخ عمل هاله حمايه علشان يحمي نفسه من الهجوم ده. امه راحت علشان تنقذه لكنها ما كانتش عارفه تطلعه من الهاله اللي حواليه، والامبراطور فضل يهجم عليه علشان يبعدها، فجوزها راح ينقذها، بس في واحد كان بيحاول يخلص عليه لكنه قدر يتصدى لهجومه وضرب عمود في المكان علشان يدمره ودمر الهاله اللي حوالين ابنه. وبعدها امه راحت علشان تاخده لكنها لقت جسمه بيتدمر وبيطلع طاقه من كل حته، فابوه اتعصب وقال انه هينتقم منهم كلهم وهجم بقوه كبيره على الشيخ اللي كان بيحاول يتفادى هجومه على قد ما يقدر، لكنه قدر يصيبه برضه، بس الامبراطور هجم عليه بقوه كبيره وقدر انه يخلص عليه. في الوقت ده ام داولينج كانت بتحاول تعالجه. بعدها بنشوف واحده بتقول لازم تمارس ابتلاء السماء والا هتموت النهارده. بعد كده بنشوف داولينج نايم في الفصل والمعلمه يوم بتصحيه وبتقول له جه دورك في اختبار القوه قوم بسرعه، بس الكل فضل يضحك عليه ويستقل بيه لانه ضعيف ومش هيقدر يعمل حاجه في الاختبار، وبيتنمروا عليه كمان لانه فقير واهله مش معاهم اي فلوس، وكل اللي بيعمله انه بيجي الكليه علشان يناموا بس. بعدها بنشوف تشيان لين بيعمل اختبار، هو بيحقق 10000 نقطه قوه، وبنعرف ان في مسابقه اسمها ستار اكاديمي للطلاب وهيبدا التسجيل فيها بعد 15 يوم، وتشيان لين اكتر واحد متوقعين انه يتالق فيها. بعدها بيجي داولينج ولين بيتنمر عليه وبيقول له انت اخرك تضرب بشويه قطن. بعدها بنلاقي داولينج واقف قدام العمود وبيقول لنفسه بقوتي الحاليه لو ضربت العمود ده هتاذي، بس انا كده كده ماليش اي عازه، حتى لو اتصبت مش هتفرق. بس قبل ما يعمل الاختبار يون سحبته وقالت له انا هاجل الاختبار بتاعك لوقت تاني، ومشيت وسابته وهي بتقول لنفسها ما ينفعش الواد ده يتصاب تاني، انا لازم ادور على طريقه اقدر انقذه بيها. في الوقت ده داولينج بيفتكر انه متفق مع حبيبته وانج انهم يتقابلوا في البستان، بس هو ماشي الكل كان بيتنمر عليه وبيقولوا لولا المعلمه سحبتك كان زمانك ميت دلوقتي، هو بيضربوه بالحجاره كمان لكنه بيكون سرحان في حبيبته. بعدها بنشوفه قاعد وبيسمع واحده بتقول انا قلت لك من سنتين انك صاحب الجسد الاصلي اللي ممكن يمارس ابتلاع السماء ولازم تتدرب النهارده والا هتموت. فبقول لنفسه الصوت ده ظهر من سنتين ومن ساعتها وانا بلاقي كتب تمارين جنبي على السرير، والنهارده قالت لي ان لو ما اتدربتش هموت. في الوقت ده وانج جات له وقالت له جبت لي حاجه معاك؟ فقال لها طبعا جبت لك، ففرحت جدا وشكرته، وبالله بيقول لنفسه هي الوحيده اللي بتعاملني كويس وبتديني امل ان ممكن احسن من نفسي، هي السند اللي مخليني عايز اعيش في الدنيا دي. وبالله بتقول له ما تشغلش بالك باللي بيقولوه، انا بحبك زي ما انت، ولو قدرنا ننضم لستار اكاديمي مع بعض هكون عايز اقضي كل وقتي معاك. بعدها شافت الكريستاله اللي داولينج جابها لها وهو قال لها ترجعها بعد كام يوم، لكنه استغرب لما لقاها قاعده تضحك ومش بترد عليه، ولقاها بتنادي على واحد وبتقول له ايه رايك في الكريستاله دي؟ فداولينج استغرب وقال لها انت قلت لي انك ما ينفعش تقولي لحد على الحاجه اللي انا بجيبها لك، بس هي بتزق ايده وبتقول له ده ابن عمي مش غريب، هو بترمي لابن عمها الكريستاله، هو بيقول الكريستاله بقت بتاعتي دلوقتي. فبيتضايق داولينج هو بيقول لها ايه علاقتك بالواد ده؟ فبيلاقيها وقفت جنبه وقالت له هو انت لسه ما فهمتش، انا وابن عمي بنحب بعض، هو انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ فاكر ان ممكن احبك بجد؟ ده انا بكون مخنوقه طول ما انا قاعده معاك، لولا اني كنت عايز اخد الكريستاله دي ما كنتش هقعد معاك لحظه واحده، انا طلبتها منك كتير قبل كده لكنك ما كنتش بتديها لي، فما تلومنيش ان عملت كده علشان اخدها، هو بص لنفسك واحد ضعيف زيك مستحيل يتجوزني. فبيتجرح داولينج من الكلام اللي سمعه لانها الوحيده اللي كان عايش علشانها، واتعصب وهجم عليها وقال لها ترجع الكريستاله، لكنها استخبت ورا ابن عمها وبالله ابن عمها ضربه بقوه في بطنه. بس وانجا قالت لابن عمها لو الموضوع ده انتشر هيطلع علينا سمعه وحشه، احنا لازم نقتله علشان ما حدش يعرف اللي حصل هنا. وابن عمها قال احنا ممكن نقول انه كان عايز يبدا ممارسه فقرر يشرب دماء الوحوش الضاريه لكنه ما استحملش ومات. فوانج اتصدم بعد ما شاف شخصيتها الحقيقيه، وبعدها هي راحت تشربه دماء الوحوش الضاريه وهو شربها وقال لنفسه انا ممكن افعل مهاره ابتلاع السماء بالاكسير اللي هي بتديهوني دلوقتي. بعدها مشي وابن عمها كان زعلان على الاكسير اللي راح على الفاضي، بس داولينج افتكر كل اللي حصل له في طفولته وكان في طاقه كبيره قوي حواليه. بعدها لقى نفسه في مكان ضلمه فافتكر نفسه مات
لكنه سمع صوت بيقول انت ما ينفعش تموت. فدولينج خاف وقال له انت مين؟ في الوقت ده ظهر شيطان وراه وقال له انا ابقى انت شفت حاجات كتير في حياتك واتصدمت في وانج بعد ما شفتها بتخونك وبتخلص عليك بكل برود اعصاب. بس دولينج قال له رغم كل ده انا ما اقدرش اعمل لهم حاجه حتى لو كنت لسه عايش لاني ضعيف قوي. بس الشيطان قال له ما حصلش، طول ما انت بتمارس ابتلاع السماء لتقنيه دماء الحيوانات هتكون اقوى. بس دولينج قال له لكن انا ضعيف ولو عملت التمارين دي هموت. بس الشيطان بيضحك وبيقول له هو انت لسه خايف من الموت؟ انت ميت طول حياتك اصلا بسبب ضعفك. فبيتعصب دولينج وبيقول له اخرس انا مش انت، انا مستحيل امارس ابتلاع السماء وعارف انك عايزني امارسها علشانك. بس الشيطان عمل قوه كبيره حوالين دولينج ولما هو حس بالقوه قرر انه يمارسها علشان يغير حياته وما يضيعش وقت تاني في الضعف وتقبل الاهانه. في الوقت ده كان جسمه بيطلع طاقه كبيره قوي وسمع صوت بيقول له هو انت هتقدر تتعلم طريقه ابتلاع السماء علشان تنقذ حياتك؟ الموضوع ده معتمد عليك انت. بعدها بنشوفه قاعد على سرير بيتدرب وطالع منه طاقه كبيره. هو بيقول حالتي المعنويه بقت كبيره جدا، فاضل 3 ايام على اختبارات ستار اكاديمي وانا لو ما دورتش على دماء الوحوش ممكن تروح الفرصه دي عليا. في الاول هاخد كريستال جوياو علشان ابيعها، بس اتمنى ابويا ما يتعصبش لما يلاحظ. صعبان عليا وانج. خدت حجر بيتغسل بيه الرجلين، هو كانت فاكراه كريستاله بجد. هو بيفتكر ابن عمها لما قال انا شامم ريحه رجلي في الكريستاله دي، بس هي قالت له ممكن يكون معطر فريد من نوعه. لكن دولينج فضل يضحك وقال ما تعرفش ان دي ريحه رجل ابويا. بعدها لبس واتحرك وفي الطريق شاف الازازه بتاعه الاكسير، لكن في واحد داس على رجله وقال له ايه اللي جابك هنا؟ فدولينج سابه ومشي، لكنه اتعصب وقال له ازاي تتجرأ وتتجاهلني وهجم عليه. بس دولينج اتفادى ضربته وكسر له ايده وسابه بيصيح على الارض. بعدها راح لمكان بيتباع فيه الحاجات الغاليه ولقى واحده اسمها كين جريت عليه وقالت له هو انت هتبيع الكريستال اللي معاك؟ فقال لها عايز فيها 10000 قطعه ذهبيه واكسير دم الوحوش كمان. لكنها اتصدمت وقالت له هو انت عارف يعني ايه 10000 قطعه ذهبيه؟ اطلع من هنا. وجاي 2 حراس علشان يطلعوه، وكين قالت له روح دور على حد تنصب عليه في مكان تاني. لكن في واحد جه على صوت الدوشه وسال ايه اللي بيحصل هنا. فكين قالت له الواد ده جايب كريستاله وعايز يضحك عليا فيها. فبالليل بيقول لنفسه لو طلع نصاب انا هخلص عليه وطلب يشوف الكريستاله. لكنه لما شافها اتصدم وقال لنفسه دي كريستاله نحاس الدم سعرها اكتر من نص مليون قطعه ذهبيه، دي كنز مش موجود في اي حته تانية، انا لو خدتها وبعتها هكون غني من وراها. في الوقت ده كين قالت له بثقه ايه رايك في الكريستاله بتاعت الواد ده؟ حاجه رخيصه جاي يضحك عليا انا بيها. لكنه ضربها بالقلم قال لها تحترم الضيوف المهمه وطردها من المكان وطلب من دولينج يسامحه وقعدوا جاب له شاي فاخر من الاخر. اول ما شربه حس ان قوته البدنيه زادت وجاب له اكسير دم الوحوش واكسير الوحوش الكريستالي الازرق وقال له مع ان درجتهم مش عاليه لكنهم نادرين جدا. وكان بيقول لنفسه في نص مليون قطعه ذهبيه مستنيني. بعدها دولينج شرب اكسير الوحش الكريستالي الازرق وحس بقوه كبيره وبالله يستخدم مهاره وقال لنفسه مين اللي اداني المهاره دي؟ اكيد الصوت اللي بيكلمني كل شويه. بعدها شاف مصفوفات فمسكها يقراها وكان بيتعلم الحركات بتاعتها. في الوقت ده جت واحده بس ما رضيتش تزعجه وسابته يقرا في المصفوفه. بعدها قدر يتعلمها وطلع منه طاقه كبيره قوي. فبالله الراجل عجوز اتصدم لانه فضل 15 يوم كاملين يحاول يتعلمها، لكن الواد ده قدر يتعلمها في كام دقيقه. بعدها بالله البنت دي في طاقه حواليها، فدولينج شك انها معلمه وكان حاسس بقوه كبيره جدا طالعه منها. فقال لنفسه هي وانج بعتت واحده تخلص عليها ولا ايه؟ وكان خايف منها تهجم عليه. فقال لها يا وانج اللي بعتاكي، لكن العجوز اتصدم وقال دي السيده بتاعتي. فدولينج اعتذر والبنت دي قالت له انا اسمي زي، انت اسمك ايه؟ فبيتصدم العجوز لان دي اول مره زي هي اللي تبدا كلام مع حد، فهو عرفها بنفسه. وزي قالت لنفسها هو الواد ده طاوي ولا ايه؟ لكنه مش قوي قوي، ازاي هيكون طاوي؟ وطلعت له اكسير وحش قديم رهيب جدا هو مستواه عالي كمان ولقاها بتقول له ان دي هديه. بعدها قالت له هو انت قوتك في عالم ايه؟ لكنه قال لها ما جربتش اختبر قوتي قبل كده. فقالت له ايه رايك تختبرها هنا؟ وطلعت له صخره الاختبار فضربها بقوه وكانت نتيجه 20000 نقطه قوه. لكن زي قالت النتيجه دي عاديه، لكن بالتدريب وتحسين الزراعه انت ممكن تحقق انجازات كبيره قوي، اوعى تضيع الموهبه اللي عندك. بس هو قال لها لكن قوتي البدنيه بتزيد بصعوبه. لكنها قالت له ايه رايك اديك اكسير بناء الاساس من الدرجه الرابعه؟ بس دولينج قال لها حتى لو من الدرجه الرابعه هيفيدني بايه؟ فالعجوز اتصدم انه مش عارف قيمه الاكسير ده. وزي طلعت له الاكسير لكنه رفض ياخده وكان هيقع. بس هو مسكه وقال لها مع اني عارف انه مش هيأثر معايا بس قولي لي ايه اللي عايزاه في المقابل. فقالت له شكلك ذكي قوي، بس على فكره الاكسير ده هينفعك جدا وكمان هيديك معاه كف الين يانج. لكن العجوز اتصدم برضه لان الكف ده من اقوى 10 قوى خارقه للطبيعه. بعدها زي قالت له اتدرب عليه 3 شهور وبعدها رجعهولي تاني. فوافق دولينج. بعدها العجوز كان بيقول لها هو انت ازاي اديتيه كف اليان يانج بسهوله كده؟ لكنها قالت له دي مجرد البدايه، الواد ده موهبته كبيره ولو اتدرب بشكل كويس هيقدر يتعلم الين يانج بشكل كامل وساعتها هيكون معانا واحد خارق للطبيعه. لكن العجوز قال لها مستحيل، في صحراء كبيره جدا فشلوا انهم يتعلموها، ده غير انه حقق 20000 نقطه
بس، لكن زي كانت متأكدة ان كل ده هيتغير في وقت قصير. بعدها داولينج مشي وكان في واحدة بتراقبه، هو بتقول انها هتخلص عليه النهارده، لكنه كان ماسك اكسير بناء الاساس. هو بيتسأل عن حجم القوة اللي هيوصل لها، بس فجأة لقى المكان اتغير حواليه، فعرف ان في حد استخدم مصفوفة، ولقى البنت اللي بتراقبه جات له وقالت له انت اكيد فاكر انا مين، لكنه ما كانش فاكرها. فتعصبت وقالت انها عايزة تخلص عليه، وكان معاها وانج ليه، وبالليل بيقول هو انت انا فاكرك هتقعد في البيت تستنى موتك. وفضلوا يضحكوا عليه، وليه قال له يسلم كل اللي معاه، بس داولينج قال له لو عايز حاجة خدها بنفسك. فليه هجم عليه، لكن داولينج تصدى الهجوم بتاعه بكل سهولة وقتله بضربة واحدة. فالبنت اترعبت من القوة بتاعته، وكان معاها 2 تاني لكنهم اترعبوا من قوته، وداولينج هجم عليهم لكن واحد منهم حاول يقاوم وكان طالع منه قوة كبيرة جدا، بس داولينج كان بيتصدى لقوته وقدروا انه يقتله هو كمان. فالتالت هرب، والبنت طلبت منه ما يقتلهاش وهي هتعمل اللي هو عايزه، فسابها ومشي. وفي الليل كان قاعد بيتدرب على اكسير بناء الاساس، لكنه ما كانش قادر يحسن جسمه بشكل كبير لانه مش قادر يكمل في التدريب، بس ما كانش شايف ان في حاجه ممكن تساعده غير اكسير بناء الجسد. فشكر زوي على الهدايا الكبيره اللي اديتها له. وتاني يوم بالليل الناس بتتنمر على داولينج وهو ماشي في المدينه، وبيقولوا انهم كانوا فاكرينه مات، لكن لين كان مستغرب وبيقول لنفسه ازاي الواد ده بقى قوي فجاه كده، بس ما دام هو اتجرأ يدخل في قتال مع تشانيه يبقى انا لازم اخلص عليه. بعدها يون نادت على داولينج وقالت له انت بقالك فتره مش بتيجي ليه، انا كده هبدا ازعل منك. لكنها استغربت لما حطت ايدها عليه وحست بقوته، فقدمت له التحيه وقالت له يحضر نفسه للاختبار. بعدها بنروح للاختبار وبيكون كل واحد لازم على الاقل يحقق 10000 نقطه، فالكل بيشوف ان الشرط ده صعب جدا. ويوم بتكون قاعده مع المعلمين وبتشوف ان الطلبه السنه دي ضعفاء قوي، فواحد قال لها كل جيل بيكون اضعف من اللي قبله. او بنلاقي واحد متردد يعمل اختبار، فالمعلم قال له لو شايف نفسك مش كده امشي. والواد فضل يبكي ومشي فعلا، فلين راح وقال انه قدها وقدر يحقق الشرط المطلوب. وبعدها داولينج راح يعمل الاختبار، بس المعلم طرده وقال انه ضعيف. فداولينج قال له يشوف قوته الاول بعدها يتكلم، لكن الطلبه فضلت تضحك عليه، لكنه ضرب الجدار بقوه كبيره جدا وقدر يحقق الشرط بتاعهم. وقال انا كده ما استخدمتش قوتي بشكل كامل، بس لين قالوا انه نصاب، هو استخدم السحر الاسود علشان يضحك عليهم. هو الكل كان بيقول نفس الكلام وبيهتف ضده، وكانوا عايزينه يعمل الاختبار من جديد لا اما يمشي، بس المعلم شاف ان داولينج عبقري وقدر يقوي نفسه في كام يوم بشكل كبير، وشك كمان انه كان بيمثل الضعف طول الفتره دي علشان يبعد عنه العين، بس شاف انه هيكون اكتشاف كبير للاكاديميه ولازم يجهزوا لظهوره بشكل كبير لانه هيكون مصدر مكاسب كبيره جدا وهيخليهم يقدروا يكبروا الاكاديميه. وفضل يسرح بخياله. هو في الوقت ده لين قال للمعلم انا عايز اتحدى داولينج علشان اكشف لكم انه نصاب، بس المعلم كان هيرفض، لكن يون وافقت وقالت لهم يبداوا القتال. فلين راح يهجم على داولينج لكنه صد ضربته بسهوله ورمالي بعيد، فالكل اتصدم من قوته. بعدها داولينج كان هيمشي، بس لين كان هيهجم عليه من ظهره وحصل دمار كبير في المكان، لكن داولينج كان لسه واقف مكانه. والمعلم كان عارف ان داولينج قدر يصد هجومه، هو كسر له ايده كمان، فشاف ان موهبته نادره جدا. هو داولينج كان هيسيب لين ويمشي، لكن لين انا لسه ما خلصتش، وخد اكسير يزود القوه بشكل مش قانوني، بس داولينج اتفادى هجومه وضربه كمان. هو بعدها جهز قوته وراح يخلص عليه، فالكل اتصدم من قوه داولينج الكبيره قدام الاكسير المحظور. ويون قالت للمعلم عندي فضول اشوف قوته هتوصل لفين بعد ما دربه السنين اللي جايه، الواد ده ممكن يكون اسطوره. في الوقت ده لين كان بياخد نفسه بالعافيه وطلب من داولينج يرحمه، فداولينج داس على راسه ومشي. بعدها المعلم قال ليون انت محظوظه جدا ان في تلميذ زي ده تحت ايدك، بس انت لسه صغيره بالرغم من ان قوتك في الزراعه اعلى مني، لكن انا خبراتي اكتر منك بكتير. انا شايف ان الواد ده لسه قدامه كتير لان المدينه دي صغيره جدا، واقوى واحد فيها ما يجيش حاجه جنب الصحراء العاديه في العائلات الكبيره. اقوى واحد هنا ما يقدرش يدخل وسط اول 100 واحد في نصب التذكاري شياو يودان، بس يون ما ردتش عليه. بعدها بنشوف داولينج بيقول لنفسه انا حاسس بالقوه الضخمه اللي جوايا، باين كده ان فن ابتلاع السماء مرعب جدا. في الوقت ده يون جت تبارك له على انه عدى الاختبار، وقالت له انها عايزه تقابله بالليل. وفي الليل بنلاقيها بتقول له انت ليه متصربعين على اختبار ستار اكاديمي؟ دخولك لعالم يون لينج يا دوب يعتبر بدايه الممارسه، الاحسن انك تقضي وقتك في التدريب. بس داولينج قال لها انا سمعت ان في صحراء كويسين قوي هناك، وبكده الواحد هيكون قادر يتعلم فنون الدفاع عن النفس، وكل شهر هياخد موارد للتدريب بشكل مجاني. بس هو انت شايفه ان ممكن اعدي في الاختبار ده؟ لكنها قالت له صعب اقول لك هتعدي ولا لا، لان العالم كبير وفي عباقره كتير في كينج تشو. في الوقت ده داولينج قال لنفسه انا حاسس ان يون وراها حاجه لان قوتها كبيره، لكنها جت علشان تبقى معلمه هنا. انا سمعت انها من عيله تشينج ودي عيله قويه جدا. فقال لها هو انت طلبتي تقابليني علشان تقولي لي حاجه؟ فبتقول له انا شفت ان الطاقه اللي في جسمك عنيفه قوي، باين كده ان في مشكله في زراعتك. بصراحه كده انا من ستار اكاديمي وكيميائيه كمان. فداولينج اتصدم وقال لنفسه يعني انا كنت كل ده بتعلم على كيميائيه؟ نادر جدا انك تلاقي كيميائي في العالم ده، وحتى ستار اكاديمي ما عندوش كيميائيين كتير. ولقاها بتقول له انا دلوقتي لازم ارجع لكينج تشو، بس انا مش هرجع
الثانوي دي فاضيه، وبنلاقيها بتديله اكسير يرفع من قوته الجسديه علشان تساعده يدخل ستار اكاديمي. بس داولينج حس بالقوه، قال لها الاكسير ده اكيد غالي جدا. بعدها حس ان جسمه بيشتغل، وهي كملت باكسير بناء الاساس وطلبت منه ما يتحركش. وبعد ما خلصت سالته حاسس بايه، فقال لها انا حاسس بقوه كبيره قوي حواليا وان جسمي بقى اخف بكتير. فقالت له باين كده ان جسمك بقى احسن، وكل اللي انت محتاجه دلوقتي هو التدريب. بس ايه رايك تاخد مهاره قتاليه زي شياو شينتونج؟ فقال لها طبعا عايز، انا عارف ان الفنون القتاليه بتتقسم لثلاث مستويات، منخفضه ومتوسطه وعاليه، ازاي ممكن ارفض مهاره زي دي؟ وهي قالت له انت هتكون قادر توصل للمراكز العشرة الاولى في ستار اكاديمي، لكن ما تستعجلش في التدريب علشان ما تضيعش نفسك. بعدها بيمشي من عندها وهي بتقول له يتدرب كويس، فابتسم لها وقال لها انه هيعمل اللي عليه. وهي بدات تحس باحساس غريب. بعدها بنلاقي الكل بيتكلم على داولينج وتسجيله في اكاديميه ستار اكاديمي. فغو سمعت وراحت لابن عمها وقالت له ان داولينج رجع، وبكده هم ممكن يتفضحوا. بس ابن عمها قال انه لازم يموت، فقالت له هتقتله ازاي؟ وهو قال لها هواجهه في اختبار ستار اكاديمي واخلص عليه. بعدها بنشوف داولينج بياخد اكسير دم الحيوان علشان يرفع من قوته، وبيكون في قوه كبيره جدا والدب ظهر وراه فحس بالقوه الكبيره ودخل يشوفه، ولا قاعد بيتدرب. فقال هو ده النجاح الحقيقي، وفضل يفحص فيه. وبعدها اداله اكسير وطلعت قوه كبيره جدا من داولينج، فظهر وراه اسطوره الحرب. وبعد ما داولينج فاق ابوه قال له انت بتحقق نجاح بسرعه كبيره، بس خلي بالك اوعى تاذي نفسك. لكن داولينج قال له انا بقوتي الحاليه بقيت قادر اجيب فلوس كتير، وبكده انت ما بقتش مضطر تشتغل في التعدين. بس ابوه قال له انت ما قلتش لحد ان في منجم في بيتنا صح كده؟ لكنه افتكر غاو لانه كان حاكي لها، بس قال له انه ما قالش لحد. فابوه قال له كويس، وقال لك انا يحصل لنا مشاكل كتير. بس داولينج حور وقال له انا هروح لاختبار ستار اكاديمي بقى. وابوه قال له بعدها ممكن تروح لبرج زي مينج تتدرب فيه، لكنه ما كانش عارف ايه البرج ده. فابوه قال له ده كنز كبير جدا متكون من 10 ادوار، اللي يقدر يوصل للطابق السابع بيكون عبقري، هو بيكون مستقبله كبير جدا. بعدها بنلاقي داولينج بيسال نفسه عن نقاط القوه اللي ممكن يحققها دلوقتي، بس بيحس ان كل ده ملوش حازه لان تاثير الاكاسير ودم الحيوانات ممكن يروح مع الوقت. فقرر انه يروح للبرج. بس في الوقت ده لقى لين جايب له ولاد عمامه، وبيقول له ان داولينج ضيع له كرامته قدام الناس وعايز يدمر حياته علشان ينتقم منه. فابن عمه جينج قال له انه هيقتل داولينج، بس داولينج استفزهم، فاولاد عمه الصغيرين هجموا عليه لكنه رماهم كلهم لبعيد من غير ما يلمسه. هو لين اترعب، لكن ابن عمه سقف وقال باين كده اني قللت من تقديرك، بس انا هخلص عليك بنفسي. فداولينج قال له لو تقدر وريني نفسك. فبيتعصب وبيهجم عليه، لكن داولينج اتصدى لكل هجماته وبعدها ضربه بقوه كبيره، لكنه راح يهجم عليه تاني. بس داولينج دمره بطاقه ضخمه جدا، فجينج بيكون مرهق. وداولينج قال له ايه طمني عليك بعد الضربه اللي خدتها. بس جينج قال عليه متكبر وكان عايز يقتله بكل قوته، لكن داولينج كسر له ايده. فلين اتصدم واتسال عن الاكسير اللي خده داولينج، بس جينج رجع ايده تاني وطلع سيف سحري وقال له انه هيخلص عليه دلوقتي. بس داولينج ضربه قبل ما يوصل له حتى، لكن كان متاكد ان السلاح الروحي قوي جدا. هو فضل يتفادى هجمات جينج. بعد كده كتفه، فجه واحد تاني وقال له يسيبه. في الوقت ده كل اللي في المدينه حس بطاقه الواد ده، بس داولينج ما كانش خايف منه. فلين اتصدم وقال لنفسه ده اخويا الكبير، وستار اكاديمي بعتها علشان يختار الطلاب الجداد. باين كده ان داولينج غبي قوي. بس داولينج حس ان قدراته البدنيه بقت ضعيفه جدا بسبب ضغط القوه اللي حاسس بيها، لكنه كان بيقاوم. بس يون جت وقالت الواد التاني يوقف اللي بيعمله، وقالت له ان ده تلميذها واللي يضايقه هي اللي هتقف قدامه. فداولينج قال لها ان الواد ده خلاه مش حاسس بقوته. وبالله التاني اتحرج لما لقى نفسه واقف قدام يون، وقال لها ان اللي حصل كان سوء تفاهم، وقال لنفسه باين كده ان ما ينفعش اقف قدام الواد ده. فيون قالت له دلوقتي بعد ما فهمت سوء التفاهم هاخد تلميذي وامشي لاني عايز اتكلم معاه. لكنه بيستغرب وبيقول لنفسه هو الواد ده بيعمل ايه علشان هي تحميه كده. بعدها بنشوف داولينج بيقول ليون هو الواد ده عارفك ولا ايه؟ فقالت له انه من ستار اكاديمي. بعدها قال لها كلميني شويه عن مدينه شينج تشو. فقالت له المدينه دي فيها 5 عناصر للطاقه تحت الارض، وعلشان كده المدينه كلها مليانه طاقه، واي حته فيها تعتبر مكان مناسب للتدريب. ورغم كل ده تعتبر مدينه صغيره في العالم ده، ولا ما يقدرش يدخلها يبقى مفيش امل منه. بعدها بتكلمه عن ستار اكاديمي وبتقول له هناك بيختاروا عدد كبير من التلاميذ، وانا نفسي تروح لهناك علشان تشوف كل حاجه بنفسك. في الوقت ده قال لنفسه مش متخيل رد فعلها لو عرفت اني بتدرب على فن ابتلاع السماء. بس هي بتقول له اهم حاجه انك تحافظ على التدريبات بتاعتك علشان تقدر تعدي مستوى يون لينج. في عباقرة كتير اكتشفوا نفسهم في المرحله دي، بس المهم انك ما تسيبش نفسك لغايه ما الفرصه تضيع منك. بس بعدها داولينج بيعدي قدام غاو ابن عمها، فبيتصدم ان الاكسير ما خلصش عليه، لكن ابن عمها بيقول لها ما تقلقيش هو لسه ليه عمر، لكن انا هخلص عليه. بس بعدها بيكون في واحد طاقته كبيره بتاثر على كل اللي حواليه، وبتكون في واحده هتقع، بس داولينج بيمسكها فبتشكره، وهي بتقول له ان بعد ما اخترق قوته بقت كبيره وسهل جدا انه يدخل ستار اكاديمي. وعرفته بنفسها ان اسمها تشين مياو فو، وانها قربت تخترق هي كمان، وبتقول له اخترقته وبقينا مع بعض ده هيكون جامد قوي. لكن داولينج افتكر غاو لما قالت له انها مستنيه اليوم اللي يدخلوا في ستار اكاديمي علشان يكونوا مع بعض، لكنها
فكانت بتضحك عليه وخلصت عليه، فمش بيدي الامان لفوق. بعدها بيروح واحد عجوز لصاحب الهاله الضخمه اللي اسمه تاو، وبيقول له انت عامل مشاكل كبيره لتلاميذ الاكاديميه. فبيجي معلم الاكاديميه وبيقول له ان الموضوع بسيط، بس بيكون متضايق من تاو. والعجوز بيقول للمعلم ما تفتكرش ان اغلب طلابك هيدخلوا، مفيش غير 30 واحد اللي هينضموا من الاكاديميه. بس تاو بيكون مستغرب من داو فينج انه مش متاثر بالطاقه بتاعته، فراح لغايه عنده وقال له انت بقى العبقري اقوى واحد في اكاديميه تشينج شان. فبيستغرب داولينج من اللي هو قاله. هو ابن عمي غاوي اتعصب وقال انا اقوى واحد في الاكاديميه دي، ازاي تقارن واحد زي ده بيا؟ وكان رايح علشان يوري له نفسه. والمعلم قال لي داولينج يرجع يكمل تدريب، وكان بيشكره من جواه لانه حافظ على كرامه الاكاديميه لما ما تاثرش بالقوه. بس ابن عمي غاو راح لتاو علشان يبين له قوته. فتاو قال له حلو قوي كده، في 2 في الاكاديميه دي ممكن اواجههم. بس العجوز قال له لكن ده يبقى وانج لينج ابن عيله وانج، واحنا ما ينفعش نغلط مع العيله دي. وكانوا هما الاثنين بيتباهوا بالهاله بتاعتهم قدام بعض. بس جه واحد وقال خلينا نعرف قوتكم الحقيقيه في مسابقه الفحص. فتاو قال لي داولينج قوتك عجبتني، مستنيك علشان اواجهك. وده خلى وانج يتعصب. فغاو راحت تهديه، بس كانت بتقول له ان هاله تاو قويه جدا، لكنه قال لها بغض النظر عن قوتها انا ههزمه، وساعتها هبين للناس كلها موهبتي اللي هتكون اسطوره في السنين اللي جايه. بعدها بيروح داولينج المكان الاختبار، والعجوز بتاع زي بيشاور له. لكن واحد مع العجوز استغرب ان داولينج جه هنا. فالعجوز قال له كلها مساله وقت والواد ده هيبقى مشهور. انا متاكد ان هيكون من احسن 100 طالب في ستار اكاديمي. بس اللي معاه قال له لكن انا سمعت ان الاختبار ده صعب جدا، لان ستار اكاديمي فتحوا القاعه اللي فيها قوتين خارقتين مستخبيين في القاعه دي، وسمعت ان القوه الخارقه دي بتتجدد كل 10000 سنه، وكل مره بتكون اقوى بكتير من اللي قبلها. بس القاعه دي فيها شينجيو كمان، ودي قوتها كبيره جدا لدرجه انها فضلت ثابته الاف السنين. لكن العجوز قال له نفسه كل دي مجرد اشاعات. بعدها اتفتحت بوابه الاختبار بمصفوفه الفراغ، وكل الطلبه بقت تدخل فيها. فداولينج دخل ولقى نفسه في مدينه تانية، فبنلاقيه مذهول وبقول مدينه شينج تشو مذهله فعلا. فبتقول له يوم ما تتصدمش قوي كده، فعلا المدينه مذهله، لكنها ما تجيش حاجه جنب الارض الاسطوريه للفنون القتاليه. العالم واسع جدا، وكل مكان فيه مكان اكبر منه. الارض المحرمه القديمه معزوله عن الغابه البدائيه، واقوى الناس ما يقدروش يدخلوا لهناك بسهوله، علشان كده ما حدش عارف مساحتها كويس. وفوق الولايات الصينيه الكبرى في انواع كتير من الوحوش القديمه المرعبه. المقاتلين الوحيدين اللي بيقدروا يقفوا قدامهم لازم يكونوا توب في العالم كله. في الوقت ده بنشوف واحد بيطلع كهرباء من جسمه وقوته كبيره جدا. فبيتصدم وبيقول لنفسه ايه حجم الموهبه اللي عند الواد ده. وقال ليون المدينه دي تستحق السمعه بتاعتها فعلا، انا حاسس بفرق كبير بينها وبين اكاديميه شينج تشان. بس يون قالت له هتحس انك اقل من المكان ده، انت موهبتك كبيره وهتقدر تعدي الكل مع الوقت، بس لازم تعمل كل اللي تقدر عليه، وحتى من غير الاكاسير السحريه هتقدر توصل لحته بعيده قوي. انت لازم تحجز مكانك وسط الاسياد. بعدها بنشوف الكل خايف من نسر ذهبي بيطير، وبالليه عدى جنب فوق وكان هيوقعها، لكن دولينج لحقها وقال لها هو ايه الطائر ده؟ وهي قالت له ده طائر النار الاحمر، في اثر دم الوحش الاسطوري في جسمه، وعنده قوه خارقه. فداولينج قال الوحوش القديمه دي قويه جدا. في الوقت ده جت يون، فداولينج احرج وساب فوق وقال لها تروح قدامه تتدرب في برج التدريب، بس هي قالت له انها هتروح معاه. فراحوا كلهم مع بعض. بعدها كان بص على البرج وبقول لنفسه مش عارف انا هقدر اعدي كام طبقه هنا. في الوقت ده عدت عربيه فاخره من فوقيهم، وسمع واحد بيقول العربيه دي بتاعت غانياو الاميره الصغيره لعشيره دغان. بيتقال انها عندها موهبه كبيره جدا ولياقه بدنيه عاليه، وفي المستقبل هتكون مشهوره بقوتها الكبيره، ولوها رايحه للنصب التذكاري الصغير لفنون القتال. فداولينج قال ليون هو ايه النصب التذكاري ده؟ فقالت لنفسها دي فرصه كبيره علشان احفزه واخليه يعمل فوق طاقته، وقالت له يروح وراها. فاتصدم لما شاف النصب التذكاري والاسماء اللي مكتوب عليه، وكان حاسس بضغط كبير انه مش هيقدر يوصل للناس دي. بس يون قالت له الاسماء اللي قدامك دول اقوى 100 واحد في العالم، هو انت خايف ولا ايه؟ فقال لها كل ما بصيت عليهم الضغط اللي عليا بيزيد. ولما فوق حاولت تبص غملها عيونها وقال لها ما تبصش لانهم مخيفين جدا، بمجرد ما بتقري اسمهم الدم بيجري في جسمك وبتحس بقوتهم الكبيره. ففوق قالت له برومانسيه باين كده انك خايف عليا احس بحاجه، بس انا ما خفتش بعد ما قريت الاسماء. ويون قالت له اللي في المرتبه الاولى هو اقوى واحد في العالم، يعتبر معجزه جيله، واسمه الامبراطور وو، هو اللي نحت الاسم ده من 5 سنين، وفي الوقت ده كان عنده 10 سنين بس. في الوقت ده كان في طاقه غريبه طالعه من النصب التذكاري واتكتب اسم ياو عليه. فداولينج استغرب، بس يون قالت له ده طبيعي، النصب التذكاري دايما بيغير الاسماء اللي عليه، الاسم الضعيف بيتشال وبيتحط مكانه الاسم القوي، لكن الامبراطور هو اللي ما حدش قدر يشيله ابدا. بعدها بيلاقي النصب التذكاري طلع منه حاجه وراحت ناحيه ياو. فالناس اتصدمت، من فتره كبيره النصب التذكاري ما كافئش حد جه ناحيته من ساعه الامبراطور هو اللي خد كنز وهو عنده 10 سنين. في الوقت ده داولينج قال ليون باين كده ان لازم ادخل برج التدريب بسرعه، لسه بدري ان احط اسم جنب الاباطره دول. فيون طلعت له رمز علشان يقدر يدخل بيه، وبعدها قالت له اوعى تخاطر بحياتك، كل ما تعدي طبقه اللي بعده هيكون اقوى بكتير، لو حسيت انك مش هتقدر تعديه اطلع على طول. فقال لها تطمن، وبعدها دخل. وبالليل بيقول لنفسه
له الضغط اللي هنا اقوى بكتير من بره، المكان كده فعال مناسب للتدريب، بس خليني اروح للدور الخامس على طول واشوف ان كنت هقدر اتعامل معاه ولا لا. بس لما راح قال باين كده ان كل ما طلعت الضغط اللي في المكان بيزيد، بس طول ما انا قادر اتحمل الضغط هيكون المكان مناسب جدا للتدريب. لكنه لقى واحد ضخم جاله وقال له ابعد عن طريق سيد الشاب، بس داولينج قال له الطريق واسع قدامك، هو انت اعمى ولا ايه؟ فبتعصب وقول له انه هيخلص عليه، بس داولينج بيرمي لي بعيد، لكنه رجع تاني يهجم على داولينج، وكان في قوه كبيره قوي بينهم لدرجه ان ايد الضخم اتكسرت. هو ما كانش مصدق، بس داولينج نزل ضرب فيه، فبيلاقي السيد بتاع الضخم اتدخل علشان يحوش عنه، لكن داولينج واقف قدامه. فالسيد قال له انت شجاع قوي، وكمان اتجرأت واذيت بنغهاي الخادم بتاعي. لكن داولينج استغرب وقال له هو انت جيت منين يا صغير انت؟ المكان ده خطر على الاطفال اللي زيك. فبيتعصب السيد وبنغهاي انا هوريك ازاي تغلط في السيد بتاعي. بس داولينج قال له قصدك القزم الصغير لابس هدوم غاليه ده؟ فالسيد اتعصب اكتر وهجم على داولينج، لكنه صد الهجوم بكل سهوله وضربه ورماه بعيد. بس السيد ما استسلمش وفضل يهجم على داولينج، لكن داولينج جاله من وراه وضربه بقوه كبيره. فبنغهاي اتصدم ان سيده اتهزم على ايد واحد مش معروف، والسيد قام وهو متعصب وقال لولا ان البرج خاتم قوتي كان زماني عملتك بطاطس محمره. هو كان بيجهز هجوم قوي جدا، لكن داولينج رمى له الكنز اللي بيعمل بيه الهجوم على الارض. فالسيد اتصدم لان الكنز ده اداهوله واحد قوي اسمه وديان، والكل اتصدم ان الكنز الاعلى لآلة الساموراي اتعمل فيه كده. بس داولينج مسكه وقال هو انتوا قصدكوا على ده؟ شكله كنز من الدرجه الاولى، هو انت عايزه تاني؟ فالسيد اترجى انه يرجعه له، بس داولينج قال له لو عايزه خده بنفسك. فالسيد اتعصب وقال له انت حرامي وعايز تسرق الكنز بتاعي. لكن داولينج افتكر حبيبته وهي بتسرق منه الكريستاله مع ابن عمها، فاتعصب وقال له ازاي تشبهني بالحراميه. لكن السيد قرر يهرب لانه مش هيقدر يقف قدام داولينج، واستخدم تقنيه النقل السريع. هو بيلاقيه في مكان تاني بيقول مش مصدق ان الواد ده قدر يهزمني وكمان هيخليني اسيب الكنز بتاعي. بس الخادم قال له ده سريع قوي. فالسيد قال له فعلا تنقيه النقل السريع جامده، لكن الخادم قال له انا قصدي على الواد ده. في الوقت ده داولينج مسكه وقال له كنت متاكد انك هتحاول تاخد الكنز بتاعك، ونزل فيه ضرب. فالسيد قال للخادم يطلعه من هنا بسرعه، لكن داولينج قال له رايح فين؟ انا لسه ما ضربتكش كويس. لكنه خد منه كنوز كتير. فبيليه بيقول لنفسه هو الواد ده من عيله ايه بالظبط؟ معاه كنوز كتير قوي. هو بيليه مسك اكسير ولقى فيه حبوب لتقويه الجسم، والناس كانت ملمومه حواليه، فقال تعالوا نقسم الكنوز دي، لكنهم رفضوا ومشيوا. وهو استغرب من رد فعلهم. بعدها راح لبوابه الطبقه السته، بس لقى ان الضغط فيها ضعف الضغط اللي في الطبقه الخامسه، وكان مستغرب ان مفيش حد في الطبقه دي. بس هو ماشي لقى افعى ضخمه قدامه، وكمان في وحوش تاني حواليه وناس قاعده بتتدرب. فقال لنفسه باين كده ان الطبقه دي الطاقه بتاعتها كبيره جدا، فقعد يتدرب وشاف ان دي فرصه علشان يقوي جسمه. ولما حس ان الطاقه هنا اعلى بمرتين او 3 مرات، عرف ليه كل الناس اللي هنا قاعدين مش بيعملوا حاجه غير انهم يتدربوا. بعدها بنشوف ياو بتهرب وهي بتقول ده تلميذ حقير جدا، كان عارف الكنوز اللي معايا وعارف ان قوتها هتتختم في البرج، فقرر انه يعمل لي كمين. وبالله 2 هجموا عليها، وواحد قال لها قتلت صاحبي، هو فاكر انك هتقدر تهربي؟ سلمي لي الكنوز اللي معاك علشان ما انتقمش منك. بس ياو قالت له هو انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ ازاي تتجرأ انك تأمرني؟ لكنه قال لها باين كده انك عايزه تموتي، وهجم عليها بقوه كبيره، لكنها دمرت الهجوم بتاعه. وهو اتصدم انها معاها مخلب التنين الازرق السماوي، وقال لها باين كده انك لسه مخبيه كتير. بس اللي معاه ضحك وقال له مش مشكله، مفيش حد بيقدر يقاوم قوه عيني. هو بالليل بيهجم عليها وهي بتحاول تهرب وحاسه انها في خطر. بعدها بنلاقي كل اللي في الطبقه 6 متضايقين لان داولينج بيمتص كل الطاقه لوحده، وكانوا مصدومين من البرق اللي طالع من جسمه. وواحد قال ده بيحصل لما الواحد بيوصل لمستوى معين بعدها بيكون معاه قوه خارقه للطبيعه. فواحد قال اكيد الواد ده معاه قوه الرعد تيانيين. فداولينج قال لنفسه حلو قوي القوه دي، انا حاسس بقوه كبيره جدا، باين كده اني محتاج اروح للطابق العاشر علشان اكمل تدريب. بس هم استغربوا لما سمعوه لان عدد قليل جدا اللي بيقدر يدخل الطابق التاسع، لكن الطابق العاشر محدش عارف يدخله قبل كده. بس داولينج قال له ما تستغربش لسه التقيل جاي. بعدها دخل للطابق التاسع وكان حاسس بضغط كبير، بس قال انا لازم اتعود على الضغط ده قبل ما اروح المستوى اللي بعده. بس يا وهي بتهرب خبطت في وقعته، وهو كان فاكر انه مش قادر يستحمل الضغط، فاتحرجت وقالت له ضغط ايه اللي بتتكلم عنه؟ انا خفيفه على فكره. فاستغرب لما شاف انها الاميره وسالها في ايه، ولقى 2 رايحين ناحيتها، وهي قالت له الوضع هنا خطير جدا، اهرب انت بس عايزاك توصل لي رساله. واللي شبه الشيطان قال له بنصحك انك ما تدخلش عشان ما تاذيش. بس داولينج قال له 2 على 1 مش رجوله، انا هقف معاها. فبالله اللي شبه الشيطان قال له تبقى انت اللي جبته لنفسك. هو هجم على ياو والخادم بتاعه هجم على داولينج، لكن داولينج اتفادى الهجوم بتاعه وقال للخادم وحش ب3 عيون ما عندوش حيله يقدر يسيبني بيها. لكنه اتعصب وقال له ازاي تتجرأ وتقول عليها كده؟ العين الثالثه دي عين الاسطوره ذو العيون. هو هجم عليه بس داولينج اختفى. فالخادم قال له ما تحاولش تستخبى،
عيون التالتة بيكشفوا اللي في المكان كله، فبنلاقي ياو بتقول له خلي بالك من عينه التالتة، اوعى تخليها تتوجه ناحيتك. بس الشيطان قال لها اهتمي بنفسك انت الاول، وبعدها دوري على اللي معاكي. فبتقول لنفسها صعب جدا تقدر تقف قدامهم، المفروض كنت هربت زي ما قلت لك. هو بنلاقي الخادم بيهجم عليه، بس دولينج واقف قدامه، لكن الخادم ضربه بعينه التالتة وجرحه في رقبته كمان. بس دولينج قال لنفسه لو كنت اتاخرت ثانيه واحده كان زماني ميت، مع ان قوتي زادت، بس الطاقه اللي طالعه من عين التالتة دي قويه. وبنلاقي قال للخادم دلوقتي جه دوري، وراح يهجم عليه وقدر انه يضربه وهو مسكه من رقبته. فالخادم اتصدم وقال لنفسه ازاي ده حصل، ده انا ضربته بكل قوتي، وازاي طاقه عيني يا دوب جرحته، اللي بيحصل ده مستحيل. وحاول يقاوم دولينج، هو بيضربه ضربات سريعه جدا. فالخادم جمع كل قوته في عينه التالتة، بس دولينج اتفاداها وقال له انت طلعت بطيء قوي، وخلى الخادم يضرب في كل مكان، لكنه ما كانش قادر يصيب دولينج. بعدها دولينج جه من وراه وقال له انا لازم اخلصك من العين دي، وحط ايده على عينه وظهرت عين شبهها على وشه. بس الخادم لف وحاول يضربه بكل طاقته، فالشيطان اتصدم وقال ازاي اجبره انه يستخدم كل طاقته، هو الواد العبقري ده جالنا منين؟ باين كده اننا صعب نتعامل معاه. يا قدرت تخلص على صاحبي بكل سهوله، هو مش عارف الشبكه اللي عاملها تقدر توقفها لغايه امتى، والبشري ده جاي يقف معاها وخلى ابو 3 عيون في ورطه كده. احنا نهايتنا في القتال ده هتكون الموت. في الوقت ده ياو قالت لنفسها باين كده انه بدا يخاف، يبقى ابو 3 عيون مش قادر يقف قدام الواد المقاتل اللي جه، وانا لازم استغل الوضع وادمر الشبكه دي. وبنلاقيها طلعت سيف. في نفس الوقت دولينج كان بيقول للخادم قوتك دي ملهاش اي عازه، ولما الخادم حاول يضربه دولينج اداله بالقلم وقال له الطاقه اللي موجوده في البرج ده مخلياني قادر اتعافى بسرعه، عكس تاثيرها عليك اللي مخليك مش قادر تستحمل القتال. قريب قوي طاقتك هتخلص وجسمك هيتفجر كمان. فبيتعصب ابو 3 عيون وبيهجم على دولينج بكل قوته، بس بيلاقي دولينج امتص الطاقه دي في كنز عيله الساموراي. فالخادم استغرب، ودولينج عمل نفسه مش قادر يستحمل القوه. فالخادم اتعصب من التريقه عليه، لكن الشيطان قال له يلا بينا نهرب بسرعه، دي دمرت الشبكه وكده حياتنا في خطر. بس دولينج كان رايح وراهم ومش عايزهم يهربوا. فالخادم هجم عليه ووقفه، والشيطان قال له كده الموضوع خلص وياو مش هتيجي ورانا، بس عيلتها مش هتعدي اللي احنا عملناه ده بالساهل. بعدها بنلاقي ياو خدت اكسير علشان ترجع قوتها، وراحت لدولينج اللي كان مغمى عليه، وقالت لنفسها انا طلعت من القتال ده بفضل الواد الغريب ده ولازم اشكره. وحاولت توقفه لكنه كان بيحلم، ففضلت تضحك عليه. بعدها وافق وقالت له خد ده اكسير ربيع الروحي هيرجع لك كل قوتك. فخده وشكرها، لكنها احرجت بعد كده لانها شربت قبله، وهو ما كانش فاهم مالها وافتكر انه شرب كتير، فرجع لها الاكسير وقال لها ما تقلقيش لسه في كتير، فخدته منه. وبعدها كان في تنين حواليهم، فدولينج سالها عليه وهي قالت له ده صاحب الشيطان اللي كان بيواجهني، انا خلصت عليه قبل ما تيجي وده ملوش اي عزا معايا، ايه رايك تاخده انت؟ فشكرها وراح علشان ياخده. وفي الوقت ده جالها واحد عجوز قوي جدا وهو معاه الخادم بتاعه علشان يطمنوا عليها، وهي قالت لهم انها كويسه. بس دولينج كان حاسس بقوه كبيره من العجوز، وكمان المعدات بتاعته جامده قوي، بس العجوز ما كانش قادر يقاوم ضغط الطابق. وهي قالت له بقوتك الحاليه حتى مع المعدات العاليه انت ما ينفعش تفضل في الطابق السابع. بس العجوز استغرب ان في شاب قادر يقاوم الضغط ده، وسال الاميره وقال لها هو مين اللي جنبك ده؟ ودولينج عرفه بنفسه. فياو قالت له هو انت جاي علشان اختبار ستار اكاديمي؟ فهو قال لها اه. وهي قالت له انا الاميره ياو، وانك تساعدني ده معناه انك هتلاقي دعم كبير جدا، انا شفت قوتك في المعركه، خد الحبايه دي هتفيدك، انا متاكده انك هتكون قادر تتدرب في الطابق الثامن. بس المحارب اللي مع العجوز اتعصب وقال ازاي تاخد الدواء النهائي منها، انت شكلك ما بتعرفش تتعامل مع الناس الكبيره. لكن ياو قالت له ما تتكلمش معاه كده، اللي قدامك ده يبقى صاحبي وهو اللي انقذني كمان، لازم تحترمه وانت بتتكلم معاه والا تبقى مش بتحترمني. فبيخاف المحارب وبيقول لها انه ما يقصدش. وبعدها ياو ودعت دولينج، والعجوز شكره انه انقذها. فدولينج قدم لهم التحيه، بس المحارب كان متعصب منه برضه وبيقول لنفسه لو جيت بدري شويه كان زمان انا اللي انقذتها واعجبت بيها. بس دولينج ما كانش عارف ماله. بعدها خد الحبايه وحس بالطاقه الذهبيه ماليه جسمه، فقعد علشان يتدرب، فحس ان طاقه الخشب في جسمه بتزيد بشكل كبير، ومستوى تدريبه البدني بيزيد كمان. وبعد ما خلص قال كده انا قادر اكمل في الطابق الثامن، بس انا فضلت اكتر من يوم هنا، واكيد اختبار ستار اكاديمي قرب، لازم اطلع دلوقتي وابقى ارجع بعدين. البرج ده يعتبر المكان المثالي للتدريب، قريب قوي انا اسمي هيتحط على النصب التذكاري وهكون اقوى من الامبراطور وو. بس يون جات له وقالت له لو اتاخرت شويه كمان كان الاختبار هيفوتك، بس انا فرحانه انك كويس ما حصلكش حاجه، قول لي بقى وصلت للطابق الكام؟ فقال لها بتكبر انا كنت قادر استحمل ضغط الطابق الثامن. وهي قالت لنفسها من اول ما طلع من البرج وانا حاسه ان قوته الروحيه والجسم بقى اقوى بكتير، الواد ده موهوب فعلا. بعدها بيروحوا للنصب التذكاري، او بنلاقي واحد بيقول انا هوضح لكم المكافآت اللي بتطلع من النصب التذكاري، اللي بيكونوا من اقوى 100 موهبه على مستوى العالم، بيقدروا ياخدوا حبه يون لينج. هو بنعرف ان دي اكسير جودته عاليه ومن المستوى الثاني، بيقدر يخلي اللي ياخده يدخل عالم يون لينج. هو بيكمل العجوز وبيقول اما اول 10 بيقدروا ياخدوا اكسير سائل القلب الارجواني، هو بيكون لهم الحق انهم يدخلوا اعلى جناح في ستار اكاديمي.
الكل بيتصدم من المكافآت الكبيره دي، والعجوز قال لنفسه الجوائز دي حمستهم بطريقه كبيره، ده غير ان اعلى جناح في الاكاديميه بتاعتنا حلم لكل واحد موجود هنا. في الوقت ده دولينج بيستغرب ان الاختبار لسه ما بداش، لكن التلاميذ نزلوا ضرب في بعض لغايه ما عددهم نزل النص، وبعدها جه واحد وقال اي حد مش هيكون مع الرمز المميز هيعتبر مش موجود معانا. فدولينج راح علشان ياخد الرمز المميز بتاعه، واللي اداهوله قال له بتمنى ما حدش يخلص عليك وياخده منك. فدولينج قال له ما يقلقش. بعدها بنلاقي وانج باصص لدولينج وبيقول لنفسه اخيرا هنتقم منك وهرجع اللي انت خدته مني، انا رتبت القتال ده مخصوص علشان اخلي اختبار النهارده اخر يوم في عمرك. بعدها الشيخ رماهم في الغابه، ودولينج لقى اتنين وراه بيقولوا له سلمنا الرمز المميز بتاعك بدل ما تخسر حياتك. فدولينج بيعرف انهم بيختاروا اللي شايفينه ضعيف علشان يجمعوا اكبر عدد من الرموز، بس شاف ان دي فرصه ليه هو علشان ياخد رمزين بدون تعب. في الوقت ده بنلاقي واحد هاجم عليه وقال له لو مش عايز تموت سلمه بسرعه، لكن دولينج ضربه بقوه كبيره طيره لبعيد وخلاه ينزل على صاحبه. بعدها خد الرموز بتاعتهم، هو شكرهم بس قبل ما يمشي قطع الهدوم بتاعته، هو عمل انه مصاب فهم استغربوا، وهو قال كده هبان انه ضعيف وهاخد رموز اكتر في وقت قليل، وفضل يخلص على كل اللي يقابله في طريقه وياخد الرمز بتاعه كمان لغايه ما لقى وحش قوي جدا فوافق انه يواجهه. هو كان بيضربه بقوه كبيره وقال له اديني كل الرموز اللي معاك. فالوحش اتصدم وقال هو انت البطل ولا ايه؟ ارحمني وانا هديك الرموز اللي معايا، وطلع له شنطه فيها 10 رموز. فدولينج قال لنفسه الشنطه دي هتنفعني قوي، هقدر اشيل فيها كل اللي انا عايزه. فقال الوحش هو انت معاك شنطه غيرها تكون فاضيه؟ بس الوحش قال له انه معهوش. فدولينج مشي وقال له انا هسيبك علشان تجمع رموز. الوحش كان صعبان عليه نفسه. بعدها هو ماشي حس بطاقه كبيره، فعرف ان في وحش اسطوري عالي الجوده قريب منه، وقال لنفسه تقنيه ابتلاع السماء هتنفعني قدام الوحش ده، وهقدر اخد الدم الحقيقي بتاعه زي ما قال لي الصوت الغامض. علشان قوتي توصل لمكان بعيد لازم احصل على الدم الحقيقي، وانا محظوظ جدا ان الوحش ده ظهر لي. بعدها راح على نهر علشان يتدرب، بس لقى وانج جاي من وراه وكان في اتنين معاه. واحد فيهم قال له هو انت تعرف الواد ده؟ بس وانج قال له اكيد لا، ازاي هعرف الاشكال دي؟ خلينا نخلص عليه علشان نكمل طريقنا. بس دولينج قال لهم تعالوا لي واحد واحد ووروني نفسكم، ولو عايزين تهجموا كلكم ما عنديش مانع علشان نخلص الموضوع بسرعه. فهم اتعصبوا، وانج قال له انت كنت محظوظ المره اللي فاتت مش اكتر، لكن انا هخلص عليك المره دي ومش هتعرف تهرب. فهجموا عليه اتنين مره واحده، بس دولينج مسكهم وقال اكيد بتهزر، ازاي احاول اهرب منك انت؟ فبيستغرب وانج، هو بيقول لنفسه انا ما شفتوش من فتره كبيره، بس ازاي في الوقت ده قوته زادت قوي كده؟ واللي معاه هجم على دولينج، بس دولينج شد الرمز بتاعه وقل بيه، هو فضل يضحك عليه كمان. فباللي اتعصب وراح يهجم على دولينج، بس دولينج اداله ضربه طيره في السماء وقال له انا مش عايز اضربك انت. فوانج قال له ادائك مش وحش بس مش هتقدر عليا. بس دولينج قال له الحيل القذره بتاعتك مش هتجيب نتيجه معايا. فوانج قعد يضحك وقال له ازاي شايف نفسك قوي كده وانت يا دوب لسه داخل لعالم يون لينج؟ المتكبرين اللي زيك لازم يموتوا، وكان في قوه كبيره قوي طالعه منه. فدولينج قال لنفسه القوه دي خطيره جدا وانا لو ما هربتش دلوقتي مش هيحصل كويس. بس دولينج راح وراه وده قلل من قوه وانج. بعدها دولينج ضربه بقوه كبيره وكان رايح يخلص عليه، بس وانج طلع منه طاقه ضخمه جدا وهجم بيها عليه، لكن دولينج ضربه بقوه كبيره. وانج قال لنفسه الهجمه دي فيها على الاقل من 50 ل 60 الف نقطه قوه، باين كده ان الواد ده ما وصلش لعالم يون لينج وبس، ده كمان معاه قوه قتاليه جباره، ما ينفعش اسيب واحد زيه عايش لانه هيهدد مستقبلي. وقال له انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، وممكن اعتبر ان اللي حصل ده كان سوء تفاهم وارجع لك الكريستاله بتاعتك ونبقى اصحاب. لكنه كان بيضحك عليه، هو بيجهز طاقه كبيره بيهجم عليه بيها، ودولينج صدق وكان رايح له، وانج كان بيضحك عليه وبيقول له كل اللي حصل بينا ده كان بسبب غاو، هي اللي ضحكت عليا وخلتني اخدها منك، بس انا عيلتي كبيره ومش محتاج الكريستاله دي. وقال لنفسه المسافه دي كويسه قوي، وطلع طاقه كبيره جدا بيهجم بيها على دولينج، لكنه ما خافش وضربه بقوه كبيره، وبعدها راح وراه يخلص عليه. في الوقت ده وانج اتصدم وقال لنفسه ازاي انا اللي معايا قوه الوحش اخسر قدامه؟ ودولينج نزل ضرب فيه. فوانج خاف وقال له ما تقتلنيش وانا هديك اللي انت عايزه، البت دي هي اللي ضحكت عليا، انا اسف ما تقتلنيش انا من العيله المالكه. فدولينج ما ضربوش وقال له انت مجرد جبان، انا ضربتك دلوقتي علشان ارجع الحاجه بتاعتي وانت دلوقتي تقدر تمشي. لكن في الوقت ده وانج هجم عليه من ظهره علشان يغدر بيه ويخلص عليه. وبعدها بنروح لابو شعر اللي كان مع وانج، وبنلاقيه رايح لكهف طالع منه قوه كبيره، واللي معاه له اكيد الكهف ده فيه الطاقه النفسيه، دي واحده من عجائب المكان اللي احنا فيه لانها مش بتطلع غير في اماكن معينه، وانا لو قدرت اخدها انجازاتي في المستقبل هتكون كبيره جدا وهقدر اخلي قوتي عظيمه. واللي معاه له طبعا اسم فاي شاو لازم يبقى في العالي، وانا ببارك لك من دلوقتي. فشاو قال له انت شكلك وافي جدا وكلماتك دي انا لازم اشيلها لك، باين كده ان مش هقدر استغنى عنك. بس يا ترى ليه وانج ودولينج لسه ما جوش لحد دلوقتي؟ فبنرجع نشوف وانج وهو بيهجم على دولينج وعايز يخلص عليه، بس دولينج ضربه ورماه لبعيد، وانج ما كانش قادر يستحمل ضربته. وبنلاقي دولينج بيقول لنفسه مع ان قوتك كبيره فعلا لكنك ما تجيش نقطه فيا، ولولا ان اصابتي اللي حصلت في مواجهتي مع ابو ثلاث عيون لسه ما خفتش كنت خلصت عليك من اول قتال. بعدها خد الكريستاله بتاعته وحس بطاقه الوحش الاسطوري مره تانية، وقال باين كده انها جايه من المكان اللي راح له شاو، وانا لازم اروح لهناك علشان احصل على الدم الحقيقي. وبالليل وصل للكهف وسمع واحد بيقول شاو بص في شجره متوهجه قدامك، باين كده انها بتمتص طاقه العالم اللي حواليها، هل ممكن دي تكون الفاكهه النفسيه؟ فشاو قال له المفروض تكون هي، الفاكهه دي نادره جدا ولو خدها كيمياء هتكون قوتها عظيمه. وحاول ياخدها بس لقى ثعلب بيحميها عوره في ايده. فشاو
قال له ازاي تتجرأ وتهجم عليا، وجمع كل قوته علشان يوقف هجوم الثعلب علشان سرعته كبيره، وبعدها بدأ يهجم عليه لكنه ما كانش قادر يصيبه، فهجم عليه بكل طاقته وقال له مش هتقدر تهرب مني. فبلاقي داولينج بيقول لنفسه من امتى البطل بيشوف نفسه على الحيوانات الصغيره، وراح اتسلل ورا الخادم بتاع داولينج وضربه. وبلاقي شاو بيقول لنفسه قوتي الحاليه مش مخليني قادر اتحكم بدقه في السلاح السحري، بس انا لازم اعمل اللي اقدر عليه لان الفاكهه النفسيه تستاهل. بس في الوقت ده لقى داولينج وراه فعرفه انه خلص على وانج، وكمان لقى الخادم بتاعه مرمي على الارض. وداولينج طلع كنز عيله الساموراي وقال له مش مكسوف من نفسك وانت مش عارف تخلص على ثعلب. وهجم على شاو بقوه كبير، فبيهجم عليه شاو بيكون مصدوم ان معاه سلاح سحري. وداولينج كمان بيستغرب ان السلاح السحري بتاع شاو قوته بتساوي قوه السلاح السحري بتاعه. وشاو قال لنفسه انه مستحيل يتخلى عن الفاكهه النفسيه، وقال لداولينج هو انت جاي تعمل لي مشاكل ليه؟ هو استخدم هجمه الطور. بس داولينج استغرب وقال له ليه كل اللي في عيله وانج اغبياء؟ بس شاو قال له انا هوريك ازاي تقلل من عيلتي. وكان الطور بيجري على داولينج، فبالليه بيقول لنفسه باين انه عايز يخلص عليها بضربه واحده، لكنه بياخد اكسيره وبيقول مستحيل لان انا البطل هنا. هو بتطلع منه طاقه كبيره جدا، فبيتصدم شاو وبيقول ازاي طاقته الروحيه زادت بالشكل ده. بعدها داولينج عمل قبضه روحيه دمر بيها الطور وضرب بيها شاو بقوه كبيره جدا. بعدها راح له فشاو خاف منه وقال له انت هتعمل ايه؟ انا من عيله وانج وانت ما ينفعش تقرب مني. لكن داولينج ما كانش همه، فشاو قال له انت لو خلصت عليا عيلتي مش هتسيبك. بس داولينج اداله على راسه وقال له مش مكسوف من نفسك وانت معتمد على قوه عيلتك وبس، انا بعتمد على نفسي في اي قتال علشان اظهر قوتي. بعدها كان قاعد بيتدرب والثعلب الصغير راح له، فداولينج قال لنفسه باين كده ان الثعلب ده اليف، فشاله وقال له انك تقدر تقف قدام الواد ده معناه انك قوي جدا. بعدها شاف سوار فراغ في ايد شاو وقال ما دام هو وقع يبقى السوار ده بقى ملكي. ولما شاف اللي جواه لقى مليان رموز، فداولينج قال باين كده ان بقى معايا رموز كتير قوي، ده غير ان السوار ده هيسهل عليا ان اشيل اي حاجه انا عايزها. بعدها الثعلب نادى عليه وقطع له كل الفاكهه النفسيه، فداولينج قال له ما دام هتخلينا كلهم يبقى لازم تاخد واحده. وقال لنفسه الفاكهه دي مش اقل من القلب الارجواني، دي دواء مفيد جدا. بعدها قال للثعلب انه هيمشي، بس الثعلب فضل يصيح وراح وراه. فداولينج قال له هو انت عايز تيجي معايا لكن الموضوع هيكون خطير قوي عليك. بس في الوقت ده ظهر وش روحي ضخم قدامهم، فداولينج اترعب هو والثعلب، بس الوش اختفى بعد كده. وداولينج شاف جثه موجوده في المكان وقال لنفسه هي الروح الشريره دي جت منين؟ وبص على الممر اللي في الكهف، فقرر يدخل يشوف ايه اللي جوه، ولقى جثث كتير جدا في كل حته. فقال لنفسه ابويا قال لي قبل كده ان المناجم القديمه خطيره جدا، لكن ده ما يمنعش ان بابا ما يعتمدش عليه لانه خواف بطريقه كبيره قوي. ممكن يكون قال لي كده علشان يخليني ما اقربش ناحيه المناجم، فانا هصرف نظر عن كلامه وهكمل طريقي. بس لما دخل كان جوه في هوا وراه، فخاف لكنه ما لقيش حاجه. وقال لنفسه الثعلب وايت حاسس بطريقه كبيره، لكن ليه ما حسش بالهوا ده؟ بالعكس ده شكله مرتاح ومطمن. بعدها لقى وايت بيجري لجوه، فجري وراه ولقى بوابه كبيره طالع منها طاقه. فقال لنفسه انا متاكد ان في حاجه ورا البوابه دي، لازم اعرف ايه اللي جوه. ولقى وايت دخل بسرعه، فداولينج راح وراه ولقى هيكل عظمي لوحشين اسطوريين وحواليهم طاقه كبيره جدا. ولما حاول يعديها ما قدرش، بس لقى وايت فوق وحش وخد الدم الحقيقي بتاع الوحشين. بعدها رجع له تاني، فداولينج فرح وقال له انت مدهش فعلا، بفضلك انت بقى معايا الدم الحقيقي للوحش الاسطوري اخيرا، خليك شاطر بقى واديهوني. لكن وايت طلع له لسانه وقال له لا، وداولينج فضل يطلب منه. لكن في الوقت ده الكهف بدا ينهار فجريوا لبره، لكن وايت وقف وبص لورا على الهيكل. بعدها كملوا طريقهم لبره، ووايت كان باصص لورا وزعلان. فداولينج قال له انت اكيد تعبان، خلينا نقعد نرتاح شويه. هو كان قاعد بيتدرب وبيقول انا لازم استغل وقتي في التدريب والا مش هكون قادر الحق نهايه التدريب. بس فجاه لقى طاقه كبيره حوالين وايت، وعرف انه بقى بينقي الدم الحقيقي للوحش الاسطوري وهو نايم. بس استغرب انه ما عملش اي رد فعل من الطاقه الكبيره دي، فقال لنفسه هو ليه علاقه بالوحوش الاسطوريه ولا ايه؟ التوهج اللي حواليه كبير جدا، اكيد الدم الحقيقي ده من سماتين. فطلع الدم الحقيقي الثانيه وقال انا لازم اجرب اسكلها دلوقتي. هو بعد ما خلص حس بقوه كبيره وقال باين كده اني اخترقت فعلا. وقال له وايت يلا بينا دلوقتي جاي الوقت علشان نتحرك. وقال لا انت مش جاي معايا. بس لا وايت بيشاور له على الشجره، فداولينج قال له هو انت عايز الشجره دي معاك؟ ما تقلقش انا هاخدها علشانك وهتقدر تقعد في سوار الفراغ وانت مرتاح. فوافق وايت. بعدها طلع من الكهف، بس لقى طاقه الوحش الاسطوري زادت بطريقه كبيره، وطائر النار الاحمر جاله وقال له انت جسمك مش بطال، ايه رايك تيجي معايا وتكون الخادم بتاعي؟ بس داولينج قال له ايه رايك انت اللي تكون الخادم بتاعي؟ فبيضحك الطائر هو بيقول له انت عايزني انا اكون الخادم بتاعك انت؟ فداولينج قال له انت لسه صغير ولسه حتى ما اخترقتش عالم القوافي. فالطائر اتعصب وقال له شكلك كده عايز تموت. هو هجم عليه، بس داولينج اتصدى الهجوم بتاعه وقال له مش قلت لك انك لسه عيل صغير؟ ده انا لو بهزر مع اخويا الصغير مش هيكون ضعيف كده. فالطائر حس ان قوه داولينج كبيره وهجم عليه بهجوم ناري علشان يحرقه، بس اتصدم لما لقى داولينج فوقه وبيقول له بقى انت يا صغير كنت عايز تحرقني؟ بس الطائر قال له انت ازاي تتجرأ وتشيل ريشه مني؟ انا مش هرحمك بعد اللي عملته. لكن لقاه اختفى من فوقيه وضربه بقوه كبيره رماه على الارض، فبيتعصب وبيقول له انت كمان اتجرأت تضرب طائر اسطوري؟ انت مش هيطلع عليك صبح تاني. وهجم عليه بقوه ناريه كبيره وكان فاكر انه خلص عليه، بس داولينج كان فوقيه وقال له شكلك مش بتعرف تصوب كويس. فالطائر اتعصب وقال له انت بدأت تضايقني، لكنه استغرب وقال انا ليه حاسس ببروده في راسي. فاتصدم لما لقى داولينج شال الريش بتاعه، وداولينج قال له انا قلت لك
لك ما تتحركش بس انت اللي جبته لنفسك. فبيتعصب الطائر وقال له انت لازم تدفع الثمن، وهجم عليه بمهاره اسطوريه. في الوقت ده خلص التدريب، وكان الشيخ بيشوف كل واحد جمع قد ايه، والواد الموهوب ابو برق كان جامع كتير جدا، بس المدرب كان قلقان عليه انه لسه ما طلعش. فوانجا قالت له ما تقلقش، ده السيد الشاب بتاع العيله واكيد هيظهر حتى لو اتاخر. لكنه قال لها انا مش قلقان عليه ولا على اللي معاه، انا قلقان على داولينج لانه اول مره يدخل الاختبار. فوانجا قالت له هو فعلا ممكن يكون ضعيف بالمقارنه بالباقي، اتمنى انه يطلع عايش من جوه. بس بتقول لنفسها ان داولينج اكيد هيموت جوه. وبالله يوم بتطمن نفسها وبتقول اكيد الواد ده هيطلع من غير ما يحصل له حاجه. بعدها واحد قال ان في واحد طالع وشافوا طائر النار الاحمر جاي ناحيتهم، ويون قالت لنفسها انا حاسه بهاله داولينج من الطائر الروحي ده. في الوقت ده بيجي واحد هربان من الفايكنج، هو بيكون جامع رموز كتير. فيون قالت كده ما بقاش فاضل رموز كتير، باين كده ان داولينج ما قدرش يجمع كتير، بس هو فين لغايه دلوقتي، اتمنى انه يطلع بخير. في الوقت ده شاف الداولينج ماسك في ديل الطائر الروحي، والعجوز اعجب بيه انه قادر يتحكم في طائر النار. فبالله المدرب فرحان وبيقول لوان ان داولينج طلع اخيرا، بس وانج بتتصدم انه لسه عايش وبتخاف على ابن عمها وانج لينج. بعدها العجوز قال له يطلع الرموز اللي معاه، بس التلاميذ استغربوا ان الطائر مش معاه الرمز بتاعه. فالطائر قال ان الرمز مع داولينج، وكلهم اتصدموا لما سمعوا الكلام ده. فبنرجع فلاش باك كده لما الوحش كان بيهجم عليه بمهاره اسطوريه، لكن داولينج اداله في وشه. فالوحش عرف انه مش هيقدر يقف قدام داولينج وقرر يهرب، لكن داولينج ما سمحلوش انه يعمل كده وراح وراه. فالطائر استسلم قبل ما داولينج يقطع له باقي ريشه، وقال له سيبني وانا هديك اللي انت عايزه. فداولينج طلب منه يسلم كل الرموز اللي جمعها وخدها منه، بس داولينج فضل ماسك فيه. فالطائر قال له انا سلمتك كل اللي معايا، عايز ايه تاني؟ فقال له يوصله لمكان التقييم. بعدها بالله اتنين بيقللوا من داولينج وبيقولوا انه اخر يكون معاه 10 رموز، لكنهم بيتصدموا لما بيطلع الرموز اللي معاه لانه بيعمل جبل من الرموز حرفيا. فبتتصدم وانج وبتخاف على وانج لينج واللي معاه. والعجوز قال لي داولينج انت ازاي جمعت كل الرموز دي؟ فداولينج قال له في شويه خدتهم من الطائر ده. فالعجوز قال بعلن ان المركز الاول من نصيب داولينج من مقاطعه شينج شان. فالمعلم فرح جدا وقال انا كنت متاكد ان التلميذ بتاعنا عبقري. والعجوز قال له كل اللي عدوا من الاختبار ده مؤهلين انهم يجوا معايا الستار اكاديمي، اما الباقي يعتبروا خسروا. فبالله يون بتقول لنفسها باين كده ان الواد ده اخترق، وانج اتعصبت وقالت ازاي الواد ده قدر ياخد المركز الاول، انا لو عارفه ان ده هيحصل ما كنتش قطعت علاقتي بيه. بعدها بنشوف ياو ماشيه وبتقول للمحارب اللي معاها يتحرك، بس هو بيستغرب وبيقول السوار اللي مع الواد ده يبقى سوار تشاو، هو خلص على شو ولا ايه؟ بعدها العجوز خدهم لجبل الروح وقال لهم الجبال دي نادره جدا، ودي اللي فضلت من العصور القديمه، كل جبل روحي ممكن يتزرع فيه كنوز، ونوع الكنز ده بيعتمد على الزراعه. وبيعدوا بعد كده على الجسر الخيالي، وقال لهم بعد ما نعدي الجسر الخيالي هنكون وصلنا. في الوقت ده في واحد قال بصوا هناك كده في ناس بتتدرب تحت الشلال. فواحد قال باين كده ان الراجل اللي هناك بيمتص قوه بتعادل قوه النجوم. فواحد قال يا ترى انا ممكن اوصل للمرحله دي في المستقبل. وفي واحده قالت للعجوز هو مين اللي بيمتص الطاقه الضخمه ده؟ فضحك وقال لها ده يعتبر المعالج رقم واحد في تشينج تشو واسمه تشينج ييفي. فداولينج قال له انا سمعت الاسم ده قبل كده، يون حكيت لي عنه، باين كده ان الشخصيات الاسطوريه كلهم هيكونوا موجودين في ستار اكاديمي. واحد قال انا سمعت انه اتعلم قوه عظيمه وقوه جسمه مش اقل من قوه جسد الملك الوحش القديم. بس العجوز قال له انت هتحسده ولا ايه؟ احب اطمنك انك لو اتدربت كويس تقدر توصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي وهتحقق نجاح كبير قوي في حياتك. بعدها وصلوا لمدخل التسجيل في ستار اكاديمي، والعجوز قال لهم يسجلوا بالترتيب لان في معامله خاصه هتكون لاول 10 مراكز، وبعد كده يقدروا يتدربوا في اي وقت. بعدها داولينج خد الشاره بتاعته وراح لمكان التدريب بتاعه، بس لما خبط سمع صوت دوشه كبيره طالعه من جوه. اول ما الباب اتفتح لقى واحد بيهجم عليه، فاتصدم وقال هو ليه انا حاسس بضغط كبير قوي هنا؟ اكيد زرعت الواد ده في ذروه عالم القافيه. بس لقى اللي قدامه مستغرب وبقول له انت بس اللي قاعد تخبط؟ فداولينج قال له ايوه مفيش غيري قدامك. بس لقى هجم عليه بقوه، فداولينج اتفادى الهجوم لكنه هجم عليه تاني، وداولينج اتفادى الهجوم تاني بس لقى الحيطه وراه اتدمرت. فداولينج قال له انت بتعاملني كده ليه؟ ده انا لسه جاي. بس لقى بيقول له مش مهم، انت طالما جيت لي هنا يبقى تستحمل اللي يحصل فيك، وكان هيهجم عليه. بس داولينج طلع الشاره وقال له انا صاحب المركز الاول. فاللي قدامه قال له انت طلعت طالب جديد، بس ايه اللي خلاك تخبط على الباب فجاه؟ انت ما شفتش اللي مكتوب على الباب اني بتدرب جوه؟ انا بقالي 3 شهور بتدرب هنا علشان اخترق، وانت جيت قطعت التدريب بتاعي بخبطك عليا. بس داولينج قال له اللي انت كاتبه على الباب وقع وما شفتوش، ولما بص لقى على الارض فقال داولينج تعالى معايا. وداولينج قال له اتمنى انك تديني نصايح تفيدني في مستقبلي، لولا ان القواعد بتمنع التعامل بعنف مع الطلاب الجداد كان زماني اتصرفت تصرف تاني معاك، وغير كده بقوتك الحاليه انت اخرك هنا 3 شهور وبعدها هيجيبوا حد مكانك. فداولينج قال له ليه يعني؟ فرد قال له لان في الجبل ده الروح القتاليه عاليه، وكل 3 شهور بيجي واحد للتحدي والاقوى هو اللي بيفضل هنا. فبيقلق داولينج وبنلاقي التاني بيقول له انت خايف ولا ايه؟ بس داولينج قال له لا. بعدها اتمشى داولينج في المكان وقال ان ستار اكاديمي يستحق التعب علشان يوصل له. بعدها راح يرتاح على سريره، بس افتكر وايد فطلعه من السوار ولقى طاقه طالعه من جسمه. فهو قال له انت رفعت قوتك وانت نايم تاني، دي ميزه كبيره قوي فيك. بعدها لاحظ ان الشجره بتمتص الطاقه اللي حواليه، فسال نفسه ان كان هيقدر يمتص طاقتها، ولما اتاكد فرح وقال ده مكسب كبير قوي ليا، كده انا معايا وحوش وكنوز كبيره قوي. بس صوت ضحكته ضايق اللي المفروض هيدربه، فتعصب لانه قطع تدريبه تاني. بعدها بنشوف وانج بتشكي للمحارب بتاع ياو وبتقول له ان داولينج خلص على ابن عمها وانج لينج وخد
خد منه كريستالة غالية جدا تبع عيلتها وطلبت منه انه ينتقم لها منه، وقال لنفسه ان الكنز ده غالي جدا، هو هيستغل الموقف علشان يصفي حسابه معاه، وقال له وانج ما تقلقيش ما دام انت جيت لجوني يبقى حقك هيجي. بعدها كان دولينج بيتمشى وشاف البرج حواليه طاقة ذهبية، هو ما كانش عارف السبب، بس سمع واحد بيقول انا سمعت ان في قوة خارقة للطبيعة ظهرت في البرج واغلب الناس القوية راحت لهناك، فبيجري دولينج لهناك هو كمان، وهناك بيلاقي ما حدش عارف يعمل اي حاجة، فقال لنفسه باين كده انها مش بتتشاف بالعين، يبقى انا لازم اخلي جسمي يحس بيها. بعدها بيشوف المصفوفة بتاعة القوة الخارقة بس مش بيكون فاهم غير جزء صغير منها، فقرر يركز اكتر علشان يفهمها، بس سمع حد بينادي عليه، ولا السيد اللي خد منه السلاح السحري بيقول له الدنيا طلعت ضيقه قوي، بس دولينج قال له جاي تديني سلاح سحري تاني ولا ايه؟ لكنه اتعصب وقال له انت اللي سرقته مني وليه كانت تتكلم؟ رجع لي الكنز بتاعي يا حرامي. فاللي معاه قال له خليني اواجهه وارجع لك الكنز بتاعك. فدولينج قال لنفسه باين كده ان اللي اسمه هونج شينج ده مهارته كويسه قوي، خليني اجرب حروف الرون اللي انا شفتها دلوقتي. بس شينج قال له انت ما تستاهلش اني اواجهك، انا هخلي الوحش بتاعي يواجهك. هو ليه طلع وحش وخليه يهجم على دولينج، بس دولينج اتفادى الهجوم وخلص عليه، وقال لنفسه الرون ده رفع من قوتي بشكل كبير مع انه استهلك جزء كبير من طاقتي، كده انا ما ينفعش استخدمه على طول. فبلاقي السيد مصدوم وبقول هو بقى قوي كده ازاي؟ بس شينج قال له مش وحش، باين كده اني لازم اواجهك بنفسي، فهجم عليه بقوه برق ضخمه جدا، بس دولينج اتفادى كل الهجمات. فشينج قال له هو ده اخرك؟ لكن دولينج قال له انا بس بديك فرصه علشان توري نفسك، وهجم عليه بقوه كبيره. فشينج قال له ما كنتش متوقع انك تقدر تقف قدامي، بس دولينج قال له البرق بتاعك ده ضعيف جدا. فدولينج قوى هجومه وقال له هتشوف قوته دلوقتي، ودولينج هجم عليه هو كمان، وكان في طاقه ضخمه جدا طالعه من مكان، ومن قوتهم ظهر ثقب اسود سحب دولينج. فالسيد فضل يضحك وقال الواد ده اتدمر من قوتك، لكن شين كان مصدوم وقال مصدر قوتي اختفى مع الواد ده. بس السيد كان قاعد يشيد بمهاراته، فقال له يسكت لان دولينج لسه ما ماتش. فالسيد قال له ازاي واحد يختفي بالطريقه دي ويكون لسه عايش؟ بعدها بنلاقي دولينج ظهر في الطابق الثامن، هو ما كانش عارف جه هنا ازاي، بس فرح انه مش حاسس باي ضغط، فقرر يدخل للطابق التاسع، لكن الضغط اللي فيه كان مرعب، فاستخدم الرون علشان يحمي نفسه. بعدها شاف طاقه خشب كبيره جدا قدامه، ولما راح لقى ثلاثه بيحاولوا يقسموا القوه دي عليهم، وبنعرف ان جواها سائل الحياه ده بيطول عمره في ماده غاليه جدا. بس دولينج راح لهم في ابو عين تالتة قال هو انت جاي علشان السائل؟ وريني ازاي هتقدر تاخده. لكن في واحد منهم قال لي دولينج خلي بالك وانت بتواجهه. فابو عين تالتة قال لي نفسه ما دام يعرفوا بعض يبقى انا لو واجهته هكون في موقف صعب جدا، فحور وضحك وقال طبعا مش هواجهك، القوه دي ملك للي يوصلها، احنا هنقسمها علينا احنا الاربعه. ودولينج قال لي نفسه انا نفسي اجرب الدواء اللي ظهر هنا، وقال لي اللي معاه هو احنا كده في الطابق التاسع، لكنه رد وقال له احنا يا دوب في المدخل بتاعه، لكن الطابق التاسع الحقيقي هو الممر الذهبي المتصل بالطابق العاشر، بس انصحك ما تروحش لهناك لانه صعب جدا. بعدها دخلوا في الطاقه اللي قدامه، وكان الضغط فيها كبير جدا لدرجه ان دولينج حس ان طاقته هتستنزف، هو لقى اللي معاه مرهق جدا، فقال له انت كويس؟ لكن رد وقال له مش مهم خلينا نتحرك لان ابو ثلاث عيون وصل لهناك. بعدها بنلاقي ابو ثلاث عيون بيهجم عليه، فالتاني رد وقال له هو انت عايز تاخدهم لنفسك ولا ايه؟ فابو ثلاث عيون قال دلوقتي انتوا قوتكم قلت بشكل كبير وانا هستغل الوضع ده علشان اخلص عليكم، فحس انه دي النهايه لانهم مش قادرين يتحركوا. بس البنت دمرت الهجوم ده. بعدها دولينج قال اللي معاه يلا نهرب، والبنت قالت لابو ثلاث عيون انت كده بتقلل مني، انا قوتي ما اتاثرتش لسه، فقال لها انا كده هخلص عليكي. هو هجم عليها بس هي عملت درع واتصدت للهجوم بتاعه. في الوقت ده دولينج واللي معاه وصلوا للسائل وكانوا بياخدوا الاكسير اللي جواه، فالبنت اتعصبت وقالت لهم يرجعوا، والواد وقف وقال لي دولينج يستنى لان الطريق ده هيوديهم على الممر الذهبي. بس دولينج قال لنفسه لازم اخاطر علشان اوصل للقوه، مفيش حاجه اخاف منها. هو دخل ولقى نفسه في مكان مليان مرايات، فقال لنفسه انا كنت فاكر ان هلاقي نفسي في مكان ذهبي ضخم مش حواليا مجرد مرايات، بس لما حط ايده على المرايه لقى ايده بتختفي، فضرب المرايه لكنها ما اتدمرتش وجسمه بدا يختفي. فقال لنفسه باين كده ان المكان ده مقفول من كل حته، هو ما فيهوش اي مخرج. وافتكر زميله لما قال له في عباقره كتير انتهوا في الممر ده، وقال لنفسه يعني انا كمان هموت هنا؟ لا اكيد في طريقه تانية. فافتكر الرون الذهبي والاكسير اللي خده، وقال لو الكنزين دول ما قدروش ينقذوني يبقى مفيش امل ليا في الحياه. بس لما استخدمهم لقى الدنيا ضلمت حواليه. بعدها لقى نفسه في الفراغ والبرج طاير قدامه، فافتكر زميله لما قال له الطابق التاسع الحقيقي هو الممر اللي بيربط بين التاسع والعاشر. فدولينج قال مفيش حد قدر يوصل للطابق العاشر قبل كده، بس انا عديت الممر الذهبي. فعدى طوابق البرج اللي قدامه ولقاهم 9 طوابق بس، فقال هل الفراغ ده هو الطابق العاشر؟ ولقى باب في الطابق الاول، فحس ان في اسرار كتير ورا الباب ده لان مفيش حد وصل لهناك قبل كده. فقال كده كل الكنوز اللي هنا هتبقى ملكي. ولما دخل لقى قدر للكيمياء مولع، فبص جوه لقى كودان، ففرح وقال ده حظ جامد قوي لان دي تقنيه الكيمياء اللي بيستخدمها كبار الكيميائيين، كده انا ممكن ابقى كيميائي اسطوري. فتخيل نفسه وسط المعجبات وهو بيكسب احترام كل المقاتلين، وكمان اتخيل البنات اللي يعرفهم هم بيطلبوا يرتبطوا بيه. بس فاق ولا نفسه لازم استخدم قوتي ان هحمي الناس، والكيمياء هي طريق للقوه المطلقه. فدخل ايده علشان ياخدها، لكن ايده ولعت وما كانش عارف يطفيها، هو كان بيولع معاها. بس قال انا لازم اعمل حاجه، ما ينفعش بعد ما وصلت لهنا اموت بالطريقه دي. بس لا الاكسير اللي خده انقذه. بعدها قال البرج مستحيل يسلمني الكنز بسهوله، انا لازم اجرب
اجرب اتحكم في النار زي الكيميائي، فبدا يجمع قوته علشان يتحكم في النار، وقال لنفسه انا معيش غير 4 سائل كنز بس، ولازم احصل على كودان قبل ما اخلص الاكاسير. هو فعلا بدا يتحكم في النار، بعدها سحب الكودان ناحيته وبلاقيها اندمجت جواه وبقى قادر يمشي في النار. بعدها المكان كله اتدمر. هو كان فرحان انه قدر يرفع من قوه جسمه، بس لقى نفسه قدام المرايات تاني وحس ان في قوه ين ويانج جوه جسمه، فجمع قوته وقدر يدمر كل المرايات، ولقى نفسه في مكان قديم وفيه سيف قديم قدامه، فراح علشان يسحبه من الصخره لكنه لقى نص سيف بس، فتعصب وقال انه مجرد خرده، بس في طاقه طلعت من السيف وتحول لسيف كامل، وظهرت بوابه قدامه علشان ترجعه تاني، فعرف ان المخرج مرتبط بالسيف ده. ولما قرب منه لقى سيف تاني بيهجم عليه من البنت اللي سابها بتواجه ابو 3 عيون، وكانت بتقول له ازاي تسيب بنت رقيقه في مكان خطير زي ده لوحدها، بس هو قال لها انت رقيقه؟ ده انت ارجل مني، وده خلاها تتضايق وتكون عايزه تقتله، فهجمت عليه بسيوف كتير، فهو ما كانش عارف يعمل ايه، فوجه سيف ناحيتها ولقى دمر لها كل سيوفها، فهي اتصدمت وما كانتش عارفه ايه الكنز ده. هو عارف ان ده سيف روحي بيقدر يهجم تلقائي من نفسه، هو بكده هو كنز جامد قوي. بعدها جري وقال لها سلام. هو طلع من المخرج، بعدها قال لنفسه الطابق العاشر ما كانش هيقتلني، بس البنت دي هي اللي كانت هتقتلني. بعدها لقى السيد قدامه جايب له رجاله وبيقول له كنت عارف انك هتكون في البرج، بس دولينج قال له هو انت كل شويه تطلع لي ليه؟ انا بدات اتضايق منك. بعدها شينج كمان جه معاهم، فدولينج قال له انا اقدر اخلص عليك بصباع صغير، فشينج اتضايق وكان عايز يخلص عليه، بس السيد مسكه وقال له ما يتسرعش، لكن شينج راح هجم عليه هو وباقي الرجاله وكانوا محاصرينه علشان يعملوا تشكيل عليه، فشينج ضحك وقال له مش سامع صوتك ليه؟ خايف ولا ايه؟ لكن دولينج قال له التشكيل بتاعك ده انا هدمره لك دلوقتي، وقال لنفسه انا هجرب عليهم قوته السحريه الجديده، وبليه بيستخدم الين واليانج ودمرهم كلهم بالتشكيل بتاعهم. فالسيد اتصدم وقال ازاي الواد ده قوته بتزيد بشكل مرعب. بعدها بنلاقي دولينج بيقول لنفسه الين واليانج بيقدروا يجمعوا الطاقه اللي حواليهم، انا لو استخدمتهم كتير هيخلوا قدرتي كلها تتغير في وقت قريب، وممكن امتص طاقه شينج تشو كلها. بعدها لقى شينج خايف منه، هو بيقول له يقف مكانه، بس دولينج راح لهم وقال لهم مش انتوا عايزين تعملوا تشكيل عليا؟ لكن شينج قال له انهم من العيله الرئيسيه هنا. في الوقت ده دولينج حس ان البنت جايه وراه، فقال لهم انه هيرحمهم المره دي، وجري بسابهم فوقعوا من الخضه. بعدها البنت رايحه ورا دولينج. في نفس الوقت العجوز كان مستغرب ان طاقه البرج بتقل، وده ما حصلش من وقت كبير، والمعلم كمان كان مستغرب، ويوم جات له قالت له انا حاسه بخلل في طاقه البرج، بس هو اتصدم وقال لها مستحيل، هل ممكن يكون في حد قدر يوصل للكنز اللي هناك؟ مفيش غير الامبراطور اللي وصل للطابق التاسع وخد الكنز اللي كان موجود هناك. فغولينج قالت له هل ممكن يكون في حد عدى الطابق التاسع؟ هو لا، دي اول مره يحصل فيها خلل في القوه، لازم نستنى نتيجه التحقيق اللي هتحصل مع الاشباح بتاعه البرج. وبعدها بنلاقي دولينج قاعد بياكل، هو بيسمع صوت بنت بيحس انه سمعه قبل كده، ولما بيبص بيلاقي البنت اللي بتطرده وكان بيهرب منها، هو بتحاول تضربه لكنه بيهرب منها، وبيقول لها هو انت بتطرديني ليه؟ بعدها بيقف وبيقول لها لو معجبه بيا انا اسف ما عنديش وقت، فبتتعصب وبتقول انها هتخلص عليه، فبيجري دولينج وبيقول لها طالما مش معجبه بيا بتطرديني ليه؟ وبتفضل تطرده لغايه ما بيوصل لمكان مسدود، فبيقف وبيقول لها عايزه مني ايه؟ هو بيلاقيها بتقول له سلم لي اكسير الحياه اللي انت سرقته، وقول لي ايه اللي حصل في البرج وغير طاقتك كده، لكنه بيقول لها يعني انت جايه ورايا كل ده علشان اكسير الحياه اللي انا اخدته اصلا؟ وبالنسبه للبرج فانا ماليش علاقه باللي حصل فيه، لكنها قالت له بس انا شفتك بعينيا اول ما طلعت من الطابق التاسع طاقه البرج قلت بطريقه كبيره، ولو انت ما قلتليش الحقيقه انا هضطر احكي لمعلمين ستار اكاديمي. بس دولينج قال لها انت فضوليه كده ليه؟ انا خدت الكنز جايه ليه ورايا كل ده؟ لكنها بتتعصب وبتقول له ده انا اللي انقذتكم من ابو 3 عيون وانتوا اخدتوا الكنز وهربتوا. بس دولينج قال لها نعرف منين انك معانا ولا علينا؟ مش مكتوب على وشك مثلا انك طيبه. لكنها اتعصبت وكانت هتخلص عليه، فدولينج قال لها خلاص ما تعصبيش، انا اخدت اكسير الحياه لكن معايا اكسير احسن منه ليكي. فبتساله ايه الاكسير ده؟ لكنه بيقول لها توطي صوتها لان ما ينفعش حد يسمع حاجه زي دي، فبتستغرب وتقول له هو ايه نوع الاكسير بالظبط؟ فبرد بيقول لها انا قابلت واحد قوي جدا في الطابق التاسع ولقيته استخدم قوه جسمه علشان يقاوم ضغط الطابق التاسع، لكنها بتحس ان في حاجه غلط، وبتقول له انت عارف ايه اللي هيحصل فيك لو كنت بتكذب عليا؟ لكنه كمل وقال لها هو كان بيواجه وحش ضخم من عصور ما قبل التاريخ، انا رحت اساعده بس ما قدرتش واغمى عليا، ولما فقت لقيت 3 حبوب جنبي والوحش والراجل الغريب اختفوا. فبتنبهر وبتقول ده انت محظوظ قوي، لكنه قال له نفسه البت دي طلعت غبيه قوي وطلع لها واحده منهم وهي كانت مصدومه من قوه الحياه اللي في الاكسير ده، لكنه ضربها وخلاها يغمى عليها، قال لا علشان تبطلي تيجي ورايا تاني، لكن علشان انقذتني في البرج هسيب لك الاكسير ده. بعدها رجع وكان بيتدرب بعد ما وصل لذروه الطابق التاسع، وفاضل له حاجه بسيطه علشان يخترق لعالم القافيه، وباللي دمج اكسيرين علشان يساعدوه على الاختراق، وطلع منه طاقه ضخمه جدا حس بيها كل اللي حواليه، وهو كان حاسس ان الاختراق ده هيرجع روحه بشكل تدريجي وبترجع ذكرياته كمان. فبيشوف ابوه وامه لكنه مش بيقدر يشوف وشهم، هو بنلاقي راسه وجعته بطريقه كبيره، فبيعرف انه استهلك طاقه ازيد من اللازم. هو بيقول لنفسه انا لسه ما عرفتش امي فين، طلبت قبل كده من ابويا يحكي لي لكنه رفض، بس لو امي ماتت ايه اللي هيخلي ابويا يخبي عليا؟ وبنلاقيه بيصيح وبيقول انه هيبقى اقوى ويقدر يوصل للحقيقه، وقرر
قرر يروح يتدرب، وكان بيفكر ان لما يزود قوه روحه هيقدر يشوف امه، بس بيكون في بنت بتتدرب ومش بتطمن له فبتهجم عليه وبتقول له ازاي تتجرأ وتدخل، لكنه بيتعصب ويقول لها هو انت عبيطه ولا ايه؟ في حد يستقبل حد كده؟ لكنها بتهجم عليه مره تانية وبتقول له ان المكان ده بتاع تدريب وبس، فبقول لها انه جه علشان يتدرب هو كمان، لكنها بتهجم عليه تاني وبتقول له ده جبل روحي عالي المستوى وما ينفعش اي حد يدخل يتدرب فيه، وبتفضل تهجم عليه وبتقول له نصيحه مني امشي من هنا والا مش هيعجبك اللي اعمله فيك، لكنه قال لها انا هعيش هنا وهتدرب وانت مالك؟ ليه بتمنعوا الناس انهم يدخلوا الجبل ده؟ فبتستغرب وبتقول لنفسها هو ده التلميذ الجديد اللي حكى لي عنه ابن عمي ولا ايه؟ وبتعتذر له وبتقول انها ما كانتش تعرفه وكانت فاكراه واحد بتاع مشاكل، وبتتمنى انه يرتاح معاهم هنا، فبقول لها يا ريت ما تهجميش على اي حد بعد كده، وخصوصا لو كان شاب وسيم زيي. بس في الوقت ده جه اتنين وطلبوا منه يقف مكانه، وفي واحد منهم اتكلم وكان بيجيب سيره عيله وانج في كلامه، فداولينج بيقول لنفسه هم دول تبع وانج وابن عمها ولا ايه؟ وبقول لهم يوروه اخرهم، فبرد واحد وبقول له انه هيندم، وبلاقي البنت بتقول لنفسها مش ده وانج باي، ده بيجي على كل الطلبه لانه قوي جدا، وبنلاقيها بتطلع سيفها وبتقول انا مش طرف في المشكله دي، بس في ستار اكاديمي ممنوع اي قتال يحصل بشكل شخصي، هو انت عايز تخالف القواعد ولا ايه؟ فبرد باي وبقول لي داولينج هو انت مستخبي ورا البنت دي ليه؟ انا جاي اكلمك في موضوع. فداولينج بيقول له موضوع ايه؟ فبنلاقي باي بيقول له الحاجه اللي سرقتها من وانج لازم ترجعها، لكن داولينج بيقول له وريني هتقدر تخليني اسلمك الحاجه ولا لا، بس البنت بتقول له ما تخاطرش بحياتك، الاثنين اللي قدامك دول في عالم القافيه وانت مش هتقدر تقف قدامهم، لكن داولينج قال لها ما تقلقيش انا هخلص عليهم، فبتستغرب وبتقول له هو انت عنيد كده ليه؟ وبنلاقي باي بدا يحضر قوته، فالبنت قالت له ان لياقتهم البدنيه عاليه جدا، لكن داولينج قال لها ما تقلقش، بعدها هجم عليهم وضرب واحد منهم بقوه كبيره، هو باي اتصدم انه وقع صاحبه بضربه واحده، بعدها لف ورا باي، فبتصدم البنت من قوته ورشاقته العاليه وهي شايفه انه نازل في باي ضرب، وباي قال لنفسه الواد ده اقوى بكتير من وانج لينج، البنت وانج دي ضحكت عليا، وبنلاقيه ضربه بقوه كبيره علشان يتخلص منه، وقال له انت طلعت قوي لكن مش هتقدر تقف قدامي، لكن داولينج ضحك وقال له كتير قالوا كده قبلك، وكانت اخر حاجه يقولوها في حياتهم، بس باي استخدم قوته وهجم عليه بقبضه ضخمه، لكن داولينج استخدم كف اليانيانج ودمر باي بهجومه ورماه لبعيد، وبنلاقي البنت اتصدمت وبتقول لنفسها الواد ده دمر المنطق في القتال ده، وداولينج كان مستغرب لان باي اختفى بس راح يتسلى على صاحبه وخد منه كل اللي معاه، وفي الوقت ده طائر اللهب الاحمر كان معدي من فوقيه وكان لسه داخل عالم القافيه وفاكر ان قوته زادت بشكل كبير، فقرر انه ينتقم من داولينج وهجم عليه بقوه كبيره، بس داولينج رد الهجوم ودمر الجبل اللي وراه وخلاه يترعب، وداولينج قال له ده انت جامد قوي ازاي قدرت تتفادى الهجوم بتاعي، لكنه ضحك وقال له انا نسيت ان امي زمان قالت لي البشر والطيور الروحيه بيعيشوا في سلام مع بعض، واختفت من قدامه، فداولينج قال لنفسه الطائر ده كلاون في نفسه قوي، بعدها كان حاسس بحاجه غلط في جسمه بسبب استخدامه للقوه بشكل كبير، والبنت لاحظت وراحت تساله في ايه، فقال لها مجرد ارهاق ولما ارتاح هكون كويس، وقال لنفسه باين كده انا لسه ما فهمتش اساسيات كف اليانيانج، وبعدها لقى زو جات له وقالت له بقالي فتره ما شفتكش، ودخلوا مع بعض وهما بيتكلموا، فالبنت استغربت وقالت لنفسها هو ازاي واحد جديد في معرفه بينه وبين الياشم الارجواني، بعدها بنلاقي زو بتحكي لداولينج وبتقول له هنا في كنوز كتير جدا وقوه سحريه وانا هبقى اروح علشان اشوف الحاجات دي، فداولينج قال لها وانا كمان هروح معاكي علشان اشوفهم، بعدها هي قالت له انت اكيد ما عزمتنيش على الشيء علشان نقعد مع بعض وبس، فضحك وقال لها بصراحه انا عايز اعرف تفاصيل يانيانج لاني دايما حاسس بقوه خارقه مخيفه، فبترد وبتقول له كف اليانيانج ده من اقوى 10 مهارات خارقه في العالم، فبيتصدم داولينج وبيكون مش مستوعب اللي بتقوله، فبتقول له ما انت فاكر نفسك قدرت تكسب باي بضربه واحده، وهو لما بيستوعب بيفضل يضحك لانه اتعلم مهاره بالقوه دي، بس زي قالت له اللي انت اتعلمته ده يا دوب مجرد البدايه، وطول ما انت بتتعلم البدايه هيكون ليك فرصه انك تلاقي المكان السري اللي سابوه اسلاف اليانيانج، الكل طمعان في الكنز الكبير ده علشان كده لازم تخلي بالك وما تختلطش بالناس الغريبه عنك، وبعدها قبل ما يمشي بتديله رمز فضي يقدر يدخل ويطلع من جو باي، وقالت له انه لو احتاجها هيلاقيها، بعدها وقال لنفسه دلوقتي لازم اروح لجو باي علشان اجدد الاكسير لكني محتاج فلوس، فبيروح لجناح الكنز في ستار اكاديمي، لكنه بيتصدم لما بيلاقي وانج هي اللي واقفه على الباب، وهي بتتصدم وبتقول لنفسها ايه اللي جاب الواد ده هنا، انا لازم اطلعه بسرعه، فبتروح له بتقول له وحشتني عامل ايه، لكنها كانت هتديله حاجه غريبه، بس داولينج وقف ايدها وقال لها هو انت عايزه تخدعني انا كده، وهي فضلت تنادي على حد علشان ينقذها، ولما جه اتنين جنود قالت لهم ان داولينج ضايقها فتعصبوا وقالوا ازاي تتجرأ وتغلط في الانسه بتاعتنا، لازم تعتذر ليها والا هتخسر حياتك، لكن داولينج رمى بعيد، بس وانج فرحت وقالت لنفسها واضح كده انك لسه صغير، تصرفك ده في جو باي هيخليك تدفع الثمن غالي، وبالليل خلص على واحد تاني، فنادوا على المدير تشين، وداولينج بيتصدم لما بيحس بقوته الكبيره لانه في ذروه القافيه، وانج فضلت تبكي وراحت له وقالت ان داولينج جاي يعمل لهم مشاكل، فتشين قال لداولينج هو انت اللي ضربت الحارس اللي هناك، بس داولينج قال له ايه يعني، فتشين قال له اي حد جاي يشوف نفسه علينا يبقى مصيره الموت، لكنه صدم لما شاف الرمز الفضي اللي يزيد داته لداولينج، وقال لنفسه هو الواد ده من عيله كبيره ولا ايه، فغير معاملته وقال لداولينج انا اسف انا جيت اصلا علشان اسالك هتطلب حاجه تاني، احنا عندنا كل اللي ممكن تحتاجه، بس وانج ما كانتش مستوعبه اللي شايفاه، وقالت له ازاي تدلع واحد بالسن ده، الواد ده عمل لي حاجات كتير غلط، لكن تشين طردها لبره، وداولينج استغرب، فتشين اعتذر له وقال له ان البنت دي مش هتيجي هنا تاني، وساله عن الرمز اللي معاه، فداولينج قال له طالما الحاجه مش بتاعتك يبقى ما تسالش عليها، بعدها بنلاقي تشين جهز كل اللي داولينج عايزه، وقال له لو احتجت حاجه تعالى في اي وقت انت عايزه، بس في عامل قال له هو الرمز
اللي مع الواد ده مخيف للدرجه دي؟ بس تشين ضربه وقال له شكلك ما تعرفش حاجه، هو انت ما تعرفش كام واحد بيكون نفسه في رمز زي ده؟ فداولينج قال لنفسه باين كده ان الرمز اللي اديته لي زي جامد قوي. بعدها داولينج بيروح لغرفه الكيمياء، فصاحب الغرفه بيقول له تقدر تدخل جوه 3 ايام، اكتر من كده هتدفع مبلغ كبير قوي. هو بيكون معجب بداولينج انه عايز يتعلم الكيمياء وهو لسه صغير. بعدها داولينج دخل لغرفه الكيمياء، وصاحب الغرفه قال له لو كسرت حاجه هيكون لازم تدفع 3 اضعاف كتعويض. بعدها بيبدا داولينج يقرا، هو بيحس ان الكيمياء سهله قوي، بس اول ما بيستخدم القدر الطبي بيفجر المكان، فبيتخض صاحب المكان وبيدخل يطمن على قدر الكيمياء بتاعه، وقال لداولينج انه لازم يدفع ثمنه. وطول التدريب داولينج كان بيفجر له في المكان لغايه ما قدر يعمل حبه لتقويه الروح، وبترفع من قوه الروح بشكل كبير، وباللي قادر يشوف ذاكرته من تاني. وكان بيحاول يشوف امه، ولقى ان ابوه كان وسيم قوي وهو صغير، وكان بيقول لامه سيبيه ينام شويه شكله نعسان قوي. ولا امه بتقول انا ما كنتش اتمنى ان ابني يدخل في عالم الزراعه المشؤوم. فداولينج عرف انه بينام كتير من صغره. بعدها ابوه كان في اجتماع مع شيوخ كبار وسالوه ليه ابنه بينام كبير، هو المفروض يدرس كتب الزراعه في السن ده. فداولينج قال انه مش عارف سبب نوم ابنه بشكل كبير، وهيشوف له كيميائي يتابع معاه علشان يعرف المشكله. بس في واحده قالت انا مش شايفه ان في اي مشكله، لان داولينج يبقى حفيد عيله تاو، وفي المستقبل هيكون مستقبله كبير، وبما انه ابن سيد الارض يبقى موهبته البدنيه هتكون كويسه. وانا شايفه اننا لو خلينا كيميائي يعمل له حبوب مش هتجيب نتيجه، لان مفيش مشكله من الاساس. لكن في واحد شاف انها غلط، وهي ما تقبلتش طريقه كلامه وقالت له خلينا نحلها بالعنف. بس الشيخ سكتهم وطلب من داولينج انه يعرف سبب نوم داولينج الكتير. بعدها ابوه خده المكان كيميائي كبير، وقال اللي لاقيه ان ابنه عنده مشكله في جسمه وبينام كتير، وده بقاله سنين ومحدش عارف السبب، علشان كده جالهم يشوف فين المشكله. فالكيميائي طلب منه يحطه قدامه علشان يفحصه، ولما شافه اتصدم وقال اكيد في حاجه غلط. فابوه اتخض وقال في ايه طمني. فبرضه الكيميائي بيقول له ابنك في حاجه غلط فعلا، بس انت هتعطيني قبل ما اقدر اشوف الغلط فين. فتاسف انه قطعه وقال له يكمل، بس الكيميائي قال له انا هاخده للقاعه اللي جوه علشان اعمل له فحص شامل. الواد كان بيصيح وامه خافت عليه، بس جوزها قال لها الناس هنا محترمين ما تخافيش عليه، اكيد مش هيحصل له حاجه. لكن الكيميائي دخل للامبراطور جوه وقال له على اللي شافه. فالامبراطور قال له انت متاكد ان الواد ده صاحب الجسد الاصلي؟ فالكيميائي قال له انا اول ما شفته حسيت ان في حاجه كبيره قوي وراه، وحالته دي ما حصلتش غير مره واحده بس في العصور القديمه، وانا ما كنتش متوقع اشوف نفس الحاله بعينيا. فجه كيميائي تاني وقال له الجسد ده ما ظهرش من زمن بعيد، احنا لو خدنا الطاقه اللي في جسم الواد ده ودمجناها في جسم الامبراطور القادم هيوصل لحاجات ما حدش قدر يوصل لها. فالامبراطور قال ابني هيكون اسطوره في التاريخ مهما كان الثمن، عايزك تدمج الجسد ده في جسد ابني. فالكيميائي ضحك وقال له انه يعرف طريقه قديمه يقدر يدمجه بيها، بس طلب منه يستنى علشان ابوه وامه بره. فبالليل داولينج بيقول لنفسه الامبراطور ده يبقى صاحب المركز الاول وهو عنده 10 سنين، بس هو سرق قوتنا. بعدها بالليل الكيميائي طلع لاهل داولينج فسالوه على ابنهم، وقال لهم هو كويس بس الموضوع هياخد كام ساعه. فامه طلبت انها تشوفه لكنه رفض وقال ما ينفعش حد يشوفه دلوقتي. ولما هي اصرت تشوفه قال لها لو مش واثقه فيا تقدري تاخديه وتمشي. فابوه قال ما تفهمهاش غلط، هي بس عايزه تطمن عليه. فالكيميائي قال لهم يستنوا هنا وما يتحركوش من مكانهم. فداولينج انفعل وقال انت بتعمل ايه يا بابا، روح وراه، ده بيضحك عليك، ابنك هيروح منك. وبعد كده بدا دمج الجسد الاصلي في جسد الامبراطور، وكان داولينج مش قادر يستحمل صوت صراخه وهو صغير، وشاف ابوه وامه لما دخلوا ينقذوه، والقتال اللي حصل بينهم وبين الكيميائي والامبراطور لغايه ما قدروا ياخدوه، بس جسمه كان خلاص بيتدمر. فابوه كان عايز ينتقم منهم لكنهم هربوا الامبراطور الصغير، وفي نفس الوقت امه كانت بتتعالج. بس في كيميائي هجم عليهم بروح شريره فقرروا يهربوا، بس الروح الشريره فضلت وراهم، وابوه قال لامه تاخده وتهرب، وهو هيوقف الروح الشريره لكنها ما عرفتش تمشي لان في طاقه حواليهم منعتهم يخرجوا. والكيميائيين راحوا مع الامبراطور يهجموا عليهم. فابوه قال يعني انتم خططين للموضوع كويس وناويين انكم تخلصوا علينا. فقال لمراته سامحيني اللي بيحصل ده غلطتي، بس انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان نطلع من هنا. لكن مراته قالت له لا دي مش غلطتك، احنا لازم نقاتل مع بعض لغايه ما نطلع من هنا. بس هو خفى جسمهم لفتره مؤقته وادى لداولينج قوته، وكان بيقول له لو قدرت انك توصل لقوه الروح دي اتمنى انك تحمي بيها نفسك، بغض النظر عن قدراتك انا عايزك تعيش في امان. وداولينج كان بيبكي لما شاف اللي ابوه عمله. بعدها ظهروا من تاني والكيميائيين هجموا عليهم، بس ابوه كان قادر يقف قدامهم. ففي واحد هجم على داولينج وامه وخلاهم يختفوا، وبعدها هجموا على ابوه علشان يدمروه. والكيميائي قال للامبراطور وانت عايز تشوف الست وابنها هما بيموتوا؟ لكن الامبراطور قال انا مستعجل لان السحر اللي عملته محدش هيقدر يهرب منه. بس فجاه حصل زلزال وكان في حاجه بتطلع من تحت الارض. فالكيميائي قال لو سيد الارض استخدم جوهر روحه علشان يستدعي التنين الروحي يبقى القصر الملكي كله هيتدمر في ثواني. ولقى سيد الارض قدامه بيقول له قبيلتي انقذت حياتك قبل كده وانت جاي ترد الجميل بانك تاذيني انا ومراتي وابني، انا هدفعك الثمن وهخلي نهايتك هنا. وفي نفس الوقت في واحده حست بالطاقه القويه اللي في القتال فقررت تروح علشان تشوف ايه اللي بيحصل هناك. وبالليل الكيميائي بيهجم على التنين الروحي لكن التنين الروحي دمره بضربه واحده وبعدها خلص على القصر كله. فالامبراطور اتصدم لما لقى قصره بيتدمر واستدعى كو اسلافه علشان ينقذ مملكته. فداولينج استخدم كل قوته علشان يواجههم. في الوقت ده الذكريات اتقطعت وداولينج قال لنفسه قوه ابويا راحت بسبب دفاعه عني، بس ايه اللي حصل لامي؟ فحاول يرجع بالذاكره لكنه ما كانش قادر يشوف حاجه. بس هو قال لنفسه لكن ما دام انا عايش يبقى اكيد امي يان كمان لسه عايشه، بس هي راحت فين؟ وليه ابويا ما حكاليش كل ده؟ بس اللي حصل مش هيعدي بالساهل، انا لازم انتقم من الامبراطور.
استنوني اول ما اوصل لقمه فنون القتال هخلص عليكم كلكم، بس لما الاقي طريقه احسن بيها زراعتي. فقرر يروح يتعلم قوه سحريه، بس في الطريق قابل وانج وكانت جايبه معاها 2. وبنلاقي جوني بيقول له انت تعبتني قوي علشان نلاقيك، بس داولينج قال له انا كنت عايز اصفي حسابي معاك بس انت اللي جيت لي بنفسك. فوانج قالت لجوني انت لازم تاخد بالك منه لانه قوي جدا وشكله يعرف باو، بس داولينج قال له مستحيل يكون زيي، لكن اللي جنبه حذره برضه. بس جوني كان الغرور واخده وشايف انه اقوى من داولينج، لكنه اتصدم من السرعه اللي هجم بيه عليها وقال لنفسه ازاي عمل كده، ده انا في قمه القافيه. بس داولينج دمره بضربه قويه. بعدها لحد تاني عايز يجي، بس اللي معاه له لا انا عايز اقول لك حاجه، لكن داولينج قال له ما يفتحش بقه باللي شافه وفضل يتنمر عليه. بعدها قال له يمشي. وانج كانت بتحاول تتسحب لكن داولينج خباله، فبكت وقالت له من حقك تكرهني بعد اللي عملته، بس جوني هو اللي هددني علشان اعمل كده وانا ضعيفه ما قدرتش اعمل حاجه. بس كانت بتقول لنفسها انا مش بحبه لكني لازم استغل الفرصه دي بعد ما بقى موهبه كبيره قوي. ولما داولينج راح لها فرحت وقالت انت اكيد سامحتني صح، لكنه قال لها انت مقرفه قوي وانا مش عايزه اشوفك تاني بدل ما اخلص عليكي. فزعلت وقالت انا غلطانه، لو ما كنتش خنته من الاول كان زماني معاه دلوقتي. بعدها داولينج راح لجناح كانج علشان يجرب قوه خارقه للطبيعه وطلع رمز الاكاديميه بتاعه و3 عملات ذهبيه ايجار المكان. فالشيخ قال له انا اول مره اشوف طالب في الاكاديميه يدفع فلوس علشان يتعلم، لكن داولينج ما كانش فاهم. فالشيخ قال له كل حاجه في ستار اكاديمي متاحه للطلاب بشكل مجاني، شيل فلوسك في جيبك ما تسوقش سمعه المكان. فافتكر العجوز اللي كان بياخد منه فلوس علشان يدخله اوضه الكيمياء وقال انه هينتقم منه هو كمان. بعدها سال الشيخ يقدر يفضل هنا لغايه امتى، فالشيخ قال له اول 3 طوابق بس هما اللي مفتوحين، اما الطابق الرابع والخامس علشان تدخله لازم تاخد موافقه من كبار الاكاديميه وتقدر تفضل في الطابق الاول يوم والتاني يومين وهكذا باقي الطوابق. فداولينج حياه ودخل، بس الشيخ كان بيقول لنفسه الواد ده ينقذ روحه في سن مبكر قوي. بعدها داولينج لقى كتب كتير قديمه في جناح سترة لكن اغلبهم ما كانش يفيد للزراعه بتاعته، فقرر يسال الشيخ وبالليل بيقول له في كتب عن قوه خارقه للطبيعه للجسد. فالشيخ قال له ان الكتب دي هيلاقيها في الطابق الثالث. وبعدها داولينج مشي، بس الشيخ كان مستغربه وكان شايف ان في شبه كبير لراجل عجوز يعرفه. بعدها داولينج بيلاقي الكتاب في الطابق الثالث وبالليل خد لفافه يقرا فيها، بس بيكون في جزء مفقود في الكتاب وفي واحد ضخم ظهر وراه وطلب منه يسلمه اللفافه اللي في ايده. بس داولينج قال له اسمك مش مكتوب عليها علشان تاخدها، فقال له انه هيديله فرصه ثانيه علشان يسلمها له من سكات والا هيندم. لكن داولينج قال له يوريه اللي عنده وهجموا على بعض وكانت قوتهم ضخمه جدا، بس الشيخ وقف بينهم علشان يمنع القتال وقال مين اللي سمح لكم بالقتال هنا، اوعوا تفكروا تعملوا مشكله هنا والا مش هتقدروا تدخلوا هنا تاني. فالضخم قال لي داولينج انت محظوظ قوي بس اول ما نطلع من هنا انا مش هرحمك. بس داولينج قال له انا ما عنديش وقت علشان اتكلم معاك اصلا. بعدها راح للشيخ وبالله الشيخ بيقول له عايز تزرع جسم ذهبي ذو 3 دورات، القوه الخارقه دي قويه جدا وممكن تاذي جسمك، الاحسن ليك انك تبعد عنها. لكن داولينج قال له بغض النظر عن اللي ممكن يحصل منها انا عايز احاول. فداولينج قال له تمام بس لو حسيت انك مش هتقدر لازم تنسحب. فداولينج وافق. بعدها قال له هو انت تعرف ليه اللفافه ما كانتش كامله، بس الشيخ قال له مش عارف بس انت لو قدرت توصل للمجال الاول والثاني هيكون دي حاجه عظيمه قوي. فداولينج شكره على النصيحه. بعدها كان سامع تلاميذ بتتكلم عن مكان اسمه جالاكسي فتحته ستار اكاديمي للتدريب، واغلب التلاميذ اللي من النخبه راحوا يتدربوا هناك وهناك بيكون عندهم فرصه ياخدوا حبوب النجوم. فداولينج قال لنفسه هل الحبوب دي هي اللي هتخفف الطاقه اللي في الجسم، وقرر يروح لهناك ولقى هناك طاقه كبيره جدا فقرر يقعد يتدرب. وبالليل بيقول لنفسه المكان ده جامد قوي لزراعه الجسم الذهبي ذو 3 دورات، وكان حاسس ان الطاقه هتفجر جسمه وهو لسه في المجال الاول طلع منه طاقه ضخمه قوي. وقال الجسم الذهبي قادر كمان انه يدمج طاقه الين واليانج في جسمي. وفي الوقت ده حبه النجوم قربت من داولينج فداولينج فرح وقال فعلا استحق ان اكون صاحب الجسد الذهبي ذو 3 دورات، انا حاسس ان مليان طاقه. وحبه النجوم نزلت عليه في الوقت ده فاتصدم وقال بصوت عالي انا خدت حبه النجوم. في الوقت ده الكل سمعه ولا واحد جه هدده علشان يسلمه حبه النجوم وقال له انت مش عارف انا مين ولا ايه. بس داولينج قال له روح شوف نفسك رايح فين وما تعطلنيش عن التدريب. فالتاني هجم عليه بس اتصدم لما لقى داولينج اتفادى الهجوم وكمان بيهجم عليه فاتفادى الهجوم هو كمان وكتف داولينج وكان هيخلص عليه. بس في الوقت ده جت النحله الذهبيه وطلبت منه يوقف اللي بيعمله وقالت لداولينج تعالى معايا السيد بتاعي بيدور عليك. لكن داولينج قال لها انا مش هروح في حته. فاتصدمت وشافت انه وقح والتاني قال لها انا هساعدك انك تخلص عليه، لكنها حاولت تقنعه لكن هو اتنمر عليها فاستخدمت قوتها من العصبيه لكنها دمرت الحاجات اللي كانت حوالين داولينج. فالتاني اتعصب بس داولينج قال هي اللي دمرت التعويذه بتاعتك مش انا. بس في الوقت ده السيد بتاعها جه مع الاميره والنحله طلبت منه انه يعاقب داولينج بسبب وقحته، بس التاني اعتذر ومشي بسرعه وقال لنفسه مع اني خسرت سلاحي السحري لكن لازم احمد ربنا اني ما خسرتش حياتي. بعدها الاميره يا وسلمت على داولينج فالسيد استغرب بانها تعرفه وداولينج قال لنفسه هي ايه اللي جابها هنا، والسيد قال لها علشان هو صاحبك انا هديكي فرصه لغايه بكره علشان تجيبيه. بعدها كانت واقفه بتتكلم معاه فقال ايه اللي جابك هنا، فقالت له جيت علشان حبوب النجوم بس بكره ليله اكتمال القمر ممكن نشكل فريق وندور على حبوب النجوم، بس اوعى تستفز الناس اللي من جبل الحاكم القديم هم كانوا عايزينك تكون معاهم بس انت كنت عدواني قوي. السيد اللي كان معايا اسمه شاندو استفزازه ممكن يعمل مشكله كبيره. فداولينج استغرب وقال لنفسه حتى يو بتخاف من الناس دي، باين كده ان الناس دي فعلا قوتهم مش طبيعيه، ده غير اني محتاج ارفع من قوته بسرعه ولو واجهت واحد بالقوه دي ممكن اتدمر. بعدها يو كانت ماشيه وقالت له الوقت اتاخر قوي ارجع دلوقتي ارتاح واشوفك بكره بس خليك فاكر اللي قلته لك اوعى تغلط معاهم والا ممكن يحصل لك حاجه كبيره ومفيش
مفيش حد في ستار اكاديمي كلها هيقدر يتكلم. وفي اليوم التاني كان داولينج واقف وسط ناس كتير، والنحله الذهبيه كانت وراه متعصبه وبتقول لنفسها ازاي واحد زيه يتجرأ ويحرجني قدام الناس كلها، انا لازم اوريه حجمه. والضخم كان واقف جنبها وقال انا سمعت ان الواد ده عمل مشكله معاكي، لكنها قالت له انت مالك؟ فلا انا عارف اني ماليش دعوه، بس هو عمل نفس الحاجه معايا وخد لفافه قوه خارقه كنت رايح اخدها، ده غير انه اتنمر عليا. فالنحله قالت له انا مش هقدر اقرب من الواد ده، بس لو انت قدرت تتخلص عليه انا هديك سلاح سحري قوي جدا. فهو قال لها كده الموضوع هيحلو. بعدها بنشوف باو بتنادي على داولينج، فبيروح لها ويتحركوا وبيشوفوا حبوب نجوم، فياو بتقول له يروح يجيبهم وهي بتتحرك مع شان وباقي الفريق. فبيقولوا نفسه باين كده ان هدفهم مش حبوب النجوم، هو في كنوز سريه اكبر هنا ولا ايه؟ بس انا مش محتاج اكتر من حبوب النجوم. بس اول ما بروح عليهم بيلاقي طاقه منعته بسبب الضخم كان. هو بيقول له ابعد عن الحبوب دي والا هتخسر حياتك. فبيتصدم داولينج من قوته الكبيره، بس بيقول له ايه اللي جابك تاني؟ فبيلاقيه هجم عليه، بس داولينج ضربه بقوه كبيره ورماه لبعيد وقال له بعد ما خدت حبوب النجوم قوتي زادت بشكل كبير وما بقاش ليك اي فرصه قدامي. بس الضخم قال له انا هخليك تعرف مين فينا اللي قوي. وبنلاقي جسمه اتضخم بشكل كبير. هو هجم على داولينج بقوه كبيره وهو كان مصدوم من قوته المبالغ فيها. بعدها الضخم مسكه ورماه على الحيطه ونزل فيه ضرب لغايه ما اللفافه وقعت منه، فراح علشان ياخدها لكن لقى داولينج ضربه بقوه في وشه وقال له شكرا انك اديتني فرصه علشان اضربك. فبيتصدم الضخم وبيقول له هو انت اتعلمت اللي في اللفافه ولا ايه؟ هو بيقول لنفسه الواد ده مختلف عن اخر مره شفته فيها، وجسمه بيطلع طاقه من كل حته، بس نزل فيه ضربه وقال انا مش خايف منك. فداولينج قال له انا هخليك تخاف وضربه. بس الضخم قال له ضربتك زي الناموسه واتضخم ونزل فيه ضرب. بس داولينج كان قادر انه يصدر الضربات دي، فقال لنفسه هو اتعلم مهاره الجسم الذهبي ذو الثلاث دورات ولا ايه؟ بس قال لنفسه مهما كانت قوتي مش هتهمني. هو ضعف قوته بشكل كبير، بس داولينج استخدم درع من قوه الجسم الذهبي واتصدى للهجوم. بعدها ضربه بكف يين يانج وعمل دمار كبير في المكان. وفي نفس الوقت باو حست بالطاقه الكبيره وعرفت ان في قتال بيحصل واتمنت ما يكونش داولينج اللي بيقاتل. بعدها بنشوف داولينج مرهق وبيقول انا لسه ما اتعلمتش كف يين يانج بشكل كافي، هو مش قادر اتحمل قوته. لكن لا الضخم طلع وقال انا سمعت كل اللي قلته. فبيتصدم داولينج انه لسه عايش، بس الضخم قال له انه لسه عنده مهارات. فداولينج قال له لازم واحد مننا اللي يعيش وضربه بالسيف الروحي يخلص عليه. بعدها قعد يجمع طاقه بدل اللي فقدها علشان يتحرك ويدور على باو. وبعد كده بنشوف اتنين ماشيين بيقولوا الملكه بتخطط انها تفتح قاعه النجوم. القاعه دي موجوده من العصور القديمه، بمجرد ما تتفتح هيكون في فرص كبير للمزارعين. فداولينج قال لنفسه علشان كده باو ما كانتش مهتمه بحبوب النجوم لان في كنوز اغلى بكتير. هو بيقول انه لازم ما يقللش من قوه الاتنين دول. بعدها بنلاقي الاتنين دول راحوا يدخلوا كهف، بس النحله كانت واقفه على الباب وقالت لهم علشان تدخلوا لازم تدفعوا 5 حبوب نجوم. لكنهم قالوا لها هو انت مين اصلا؟ فهجمت عليهم وقطعت دراع واحد فيهم وقالت له دلوقتي عرفت انا مين. فبيتصدم داولينج لان الاتنين دول قوتهم كبيره ومع ذلك قطع الدراع واحد فيهم بكل سهوله. فبيقرر يمشي من هنا، بس هو ماشي حرك حجر واتكشف مكانه. فالنحله قالت اللي موجود هنا يطلع وهجمت على الحجر واستغربت لما لقت داولينج وقالت هو ازاي لسه عايش؟ المفروض الضخم يكون خلص عليه، بس هو خايف قال لها دينا اتقابلنا تاني. فقالت له سلم لي حبوب النجوم اللي معاك. لكنه قال لها وانا ايه اللي يخليني اسلمهم لعجوزه زيك؟ بس ابو دقن قال له ما تهزرش مع البت دي علشان ايدها طرشه، ده لو خايف على حياتك. بس داولينج قال بس انا بقول الحقيقه. فالنحله قالت انا غيرت رايي، حتى لو سلبتيه الحبوب مش هسيبك عايش. فالاتنين جريوا وسابوه وهي هجمت عليه فاستخدم قوه الجسد الذهبي، لكنه اتصدم لما لقاها مش نافعه معاها واتصاب في كل حته في جسمه. فبيترعب ابو دقن وبيقول الواد ده هيبقى شيبسي. هو بنلاقي فعلا جسم داولينج كله متدمر، فبيستغرب ويقول لنفسه هو ليه الجسم الذهبي ما اشتغلش. فبتضحك النحله وبتقول له الحاجات دي مش بتجيب نتيجه معايا. فبنلاقي داولينج خاف وهي هجمت عليه، بس السيف الروحي دمر الهجوم بتاعها واصابها في جناحها كمان. فداولينج استغل الفرصه وهجم عليها، لكنها عملت حاجز بينه وبينها. فبيبعد عنها وبيكون فرحان بالسيف الروحي لانه انقذه. وابو دقن قال له انت فعلا قوي جدا، دلوقتي النحله مشيت ايه رايك تيجي معانا؟ فبيوافق، بس فجاه الجبل بدا يتهز. فابو دقن قال تقريبا الاميره واللي معاها قرروا يفتحوا قاعه النجوم. بعدها بدات نيازك تنزل في كل حته. فابو دقن شد داولينج وجري، بس داولينج قال له هي نيازك دي مخيفه ولا ايه؟ فابو دقن اتعصب وقال له هو انت مجنون ولا ايه؟ ما دام قاعه النجوم اتفتحت يبقى المكان اللي احنا فيه ده هيتملي نيازك وكل اللي هيلمسوا نيازك هيتحولوا رماد. بس داولينج قال له هي نيازك دي مخيفه قوي كده؟ فابو دقن اتعصب وقال له هو انت مجنون ولا ايه؟ بس داولينج قال له يعني النار دي مختلفه كده هي هتعزز قوه اللهب بتاعتي. فبيستخدم قوته وبيمتص النيازك. بس ابو دقن اتصدم وقال هو الواد ده كيميائي ولا ايه؟ هو فجاه حس ان في حاجه هتحصل فجري وسابه. هو في الوقت ده كان في نيازك كبير بيقع ورا داولينج، بس سمعوا صوت حد بيكح. هو بيلاقي ان الصوت ده طالع من طائر اللهب. هو بيكون متعصب ولا ما لقيتش ولا حبه نجوم واحده، هو كمان اغلب ريشه اتحرق من النيازك دي. فداولينج نادى عليه لكنه اتصدم وقال له انت ايه اللي جابك هنا كمان؟ وقال لنفسه المره دي انا جبت اسلحه سحريه كتير معايا ما ينفعش يعرف حاجه عنهم.
انا عايز احتفظ باسلحتي، فجري بعيد عنه. لكن دولينج راح وراه وقال له دي قله ذوق انك لما تشوفني تهرب. بس الطائر قال له انا لسه واقع وعلشان كده بسخن جسمي. فدولينج قال له ياخده على اماكن فيها كنوز. بس الطائر قال له انا مجرد طائر، ازاي اخدك على اماكن معموله للبشر؟ لكن دولينج بص له بتهديد وقال له يعني مش هتاخدني؟ فترعب الطائر وقال له انه هياخده. وهم طايرين الطائر ساله بيدور على ايه؟ فدولينج قال له بدور على اصل النيزك الوهمي. بس الطائر كان نفسه انه يخلص على دولينج وهو فوقيه، وقال له مكان النجم الوهمي موجود قدامنا. بس دولينج بيستغرب ان في مباني على النجم الوهمي. فالطائر قال له المباني دي معموله من خيالات النجوم، مش بشر هم اللي بانيين عليه. بعدها دولينج كان مندهش من النجم، والطائر قال ان دي اول مره يدخل النجم فيها. بعدها شاف النجم الوهمي فجري لهناك، لكنه لقى واحد بيتدرب على نار الوحش الذهبي هو بيمتص طاقه الجسم الوهمي. والشخص ده لما شاف الطائر قال له هو انت ما حرمتش من العلقه اللي لسه مديها لك؟ بس الطائر قال له هو اهلك ما علموكاش حاجه اسمها رحمه؟ وعلشان اعلى مني بكم مستوى تشوف نفسك عليا، وغير كده انا مش لوحدي، انا معايا واحد جامد قوي. فدولينج اتصدم، والتاني ده قال باين كده انكم جايين لموتكم. بس الطائر واقف ورا دولينج وقال طول ما انا معاه مش هيهمني حد. فالراجل ده قال انا تشينج يون، لو ما كنتش تعرفني لو خايف على نفسك امشي من هنا. بس دولينج كان سرحان وبيقول لنفسه لو قعدت اتدرب هنا قوتي تتحسن بشكل كبير. بعدها خد باله من تشينج وقال له هو انت بتكلمني انا؟ فتشينج قال له كمان بتتجرأ وتتجاهل الكلام اللي بقوله؟ انا هخلص عليك دلوقتي حالا. بس دولينج قال له هو انت كيميائي؟ فتشينج قال له انا كيميائي في قمه المستوى الثاني. فدولينج قال له انا عايز اطلب منك نصيحه. بس تشينج اتعصب وقال له اوعى تقرب مني، لو اتحركت من مكانك هقطعك حتت. بس دولينج قال له هو انت مين علشان تهددني؟ فتشينج اتعصب، والطائر قال ايوه يا دولينج يا جامد. فتشينج جاب اخره وقال النهارده هيكون اخر يوم في عمركم. فالطائر هرب وقال لدولينج اتشرفت بمعرفتك. هو تشينج قال له انت محظوظ جدا لانك هتكون من الناس اللي ضاقت قوه ناري. فبيقلق دولينج، هو بيقول لنفسه شكله وقعت مع واحد مجنون تاني. هو بنلاقي تشينج طالع منه طاقه ناريه كبيره جدا. هو بيضحك وبيقول لدولينج ايه مالك خفت كده ليه لما شفت الوحش الناري بتاعي؟ بس دولينج قال له ما دام انت عايز كده ما عنديش مشكله، وطلع القوه الناريه بتاعته وقال له انا مش خايف منك. فبيتصدم تشينج وبيقول لنفسه ازاي واحد كده ساق الكنز بالقوه دي. والطائر فرح وقال الواد ده يستحق ان اكون معاه، ده طلع كيميائي هو كمان. بس بنلاقي تشينج بيضحك وبيقول انا كنت قلقان ما الاقيش طاقه اعزز بيها وحشي، ما توقعتش الاقي الطاقه دي معاك انت. بس دولينج ما كانش فاهم حاجه. فتشينج قال له انا هاخد اللعب بتاعك هو كمان قوه الحبوب اللي معاك، وخلى الوحش بتاعه يهجم على دولينج. بس دولينج قال له انت ما اتعلمتش وانت صغير انك ما ينفعش تاخد حاجه مش بتاعتك؟ هو طلع طاقه ضخمه جدا كتف بيها الوحش. بعدها الشعله بتاعته زادت بشكل كبير وامتص هو النار بتاعه الوحش. فبيتصدم تشينج وبيقول له رجع لي نار الوحش بتاعي. بس دولينج قال له انا كنت عايز اعمل كده بس خلاص فات الاوان. فبيتصدم تشينج لما بيشوف ناره بتختفي قدام عينيه، وبيقول له انا فضلت 10 سنين بتدرب علشان اوصل لناري بالقوه دي وانت جيت خدتها في غمضه عين. فبيتعصب وبيكون في طاقه كبيره قوي في المكان، وده خلى دولينج يقلق ويقول لنفسه ده معاه قوه خارقه. فقال للطائر اجري بسرعه الراجل ده طلع مجنون. بس تشينج قال له انا مش هسيبك تهرب، تعالى رجع لي نيران الوحش بتاعي. فدولينج رمى له الطاقه الناريه وقال له خد اهي نار الوحش بتاعك. بس دولينج لما بص عليها قال لنفسه دي نيران عاديه مش نيران الوحش بتاعي. هو في الوقت ده كان دولينج هرب مع الطائر. فبيتعصب تشينج، هو بيقول له انا لو شفتك مره تانية هقطعك حتت. بعدها بنلاقي الطائر فرحان وبيقول لدولينج بعد ما امتصيت نار الوحش بتاعه اكيد بقيت اقوى. فدولينج قال له طبيعي. بس لا الطائر بيقول له اكيد انت شايف اني شايلك رغم الجروح اللي على ظهري، فكنت عايز اسالك هو انا ممكن اخد شويه من الطاقه دي؟ فدولينج قال له خلينا اشوف ادائك بعدها نكرر. وضحكوا هما الاثنين. بس الطائر قال لنفسه الواد ده معاه اقوى حبوب نيران، ولو فضلت معاه ممكن اخد منهم. وفجاه دولينج سمع صوت ياو بتقول هو انت عايز تموت ولا ايه؟ وكان في قتال عنيف جدا قدامهم. فبيشوف ان مجموعه ياو بتواجه مجموعه تانية، ولقى ياو بتقول انتوا شويه متكبرين وانا هوريكم حجمكم. بس دولينج لاحظ ان ياو متحسره لكنها كانت قادره تواجههم. والطائر قال لدولينج القتال ده على 3 جلود فضيه بس انا مش قادر اشوف اللي مكتوب عليهم. فدولينج قال ما دام ياو هي اللي بتقاتل يبقى اكيد الجلود دي قويه جدا، وانا عندي فرصه ناخد القطعه الثالثه. بس الطائر قال له تاخده ازاي وفي عشرات المقاتلين بيتشكلوا عليهم قدامك، مستحيل تقدر تهزم كل دول. بس دولينج قال له انت حاول تلفت انتباههم، هو في الوقت ده انا هاخد الجلد واهرب بسرعه. لكن الطائر اتصدم وقال لكن كده هم هيسيبوا كل اللي بيحصل ويهجموا عليا انا. بس دولينج قال له هم مش هيقدروا يوصلوا لك وانت هترجع للمخبأ بتاعك بسرعه. لكن الطائر كان خايف ومتردد انه يقبل. فدولينج قال له في ناس كتير نفسهم يوصلوا للجلد ده لانه يعتبر كنز قوي جدا، ازاي وانت موجود قدام حاجه قيمه بالشكل ده تكون خايف من الموت؟ هو انت طائر قديم مالكش اي عزه خالص؟ فبيلاقي الطائر قال له لا طبعا ليه عزه، انا طائر قديم وقوي مش بخاف زي اسلافي. فاتقسموا علشان ينفذوا الخطه، والطائر راح لهم وقال انا طائر النار الاحمر سلموا لي الجنود الفضيه والا مصيركم هيكون الموت. فبيتصدم واحد وبيقول ده في وحوش جت هنعمل ايه؟ لازم ناخد الجلود دي باي ثمن حتى لو على حساب الفرخه ده. بس الطائر اتعصب وقال له هو انت بتقول عليا انا فرخه؟ طب انا هخليك فرخه مشويه. وهاجم عليهم بنار قويه جدا. بعدها قال شفتوا حجم قوتي بقى؟ ده اللي خلاهم يسيبوا القتال ويروحوا يهجموا على الطائر. فالطائر هرب وهم كانوا وراه. فقال لنفسه اعمل ايه دلوقتي؟ دول طلع معاهم اسلحه طايره كتير. فعمل جدار من اللهب علشان يحمي نفسه. وواحد فرح وقال شكرا
انك ساعدتني، بعت الناس علشان اخد الكنز. بس دولينج قال له هو فعلا كان بيساعد، لكنه كان بيساعدني انا، وضربه وخد الكنز وقال للطائر يهرب. لكن الطائر كان بيتضرب من ناس كتير، فدولينج قال له هو انت ضعيف زي ما بيقولوا ولا ايه؟ فبيتعصب الطائر وبيضرب كل اللي حواليه بقوه كبيره، فبيستغرب الناس من قوته اللي زادت فجاه. بعدها الطائر هرب وما حدش راح وراه، وقدر انه يهرب منهم فعلا. وبعدها راحوا المكان هادي علشان يقووا الكنز، ولان مكتوب فيه النجوم الساطعه في السماء، فالطائر اتصدم. بس دولينج ما كانش عارف سبب الصدمه دي ايه، فالطائر قال له دي رؤيه قديمه بتتكثف فيها طاقه النجوم لبرق ورعد، بس للاسف انا عنصري النار ومش هقدر اتعلم الكنز ده. بس بيطلب من دولينج يديله حبه طائر النار، هو بيفضل يتوسل ليه علشان يوافق. فدولينج قال له خلاص هديك من غير صياح، وقرر يروح لجناح جوباو بعد كده. وهناك بنلاقي السيد تشين بيزعق في اتنين بسبب كسلهم، وقال لهم انهم لو ما بطلوش كسل هيطلعهم من هنا. هو في الوقت ده دخل دولينج وقال انا عايز اغير عملات ذهبيه. فتشين اول ما شافه فرح وجري ناحيته، ودولينج قال له انه هيبدل حاجه بالعملات الذهبيه. فتشين قال له ما تقولش انك عايز تبدل الرمز اللي خدته من زي، لو هو انا هديك 2 مليون عمله ذهبيه كل شهر. فدولينج فرح بالفلوس وقال انه هيبدل معاه، وتشين قال ان المزاد بعد 20 يوم. وبعدها كان بيتمشى في المدينه، وواحد كان بيتمشى وبيقول ان تشينج تشو افقر مكان في شوان يو، وابو شعر كيرلي قال ان الامبراطور وو من عيلته. فالتاني رد وقال له من زمان وانا كنت عايز اشوف الامبراطور وو. والبنت قالت لابو شعر كيرلي اللي اسمه يوزي لازم تقدمنا للامبراطور يو لانه موجود هنا. فدولينج سمع الكلام ده. بعدها بنشوف واحد بيطلب من النحله الذهبيه تشرح له اللي حصل، فقالت له الواد ده اذاني وعلشان كده طلبت من العملاق انه يخلص عليه، بس هو قال لها وما قدرتوش تخلصوا عليه بالمستوى بتاعكم، وضربه بقوه كبيره. فطلبت منه يسامحها، بس هو قال لها تخلص عليه وبعدها يشوف. بعدها بنشوف دولينج واقف قدام النصب التذكاري، وجه يوزي مع الاثنين اللي معاه وطلبوا من دولينج يتحرك، لكنه فضل واقف مكانه. فالتاني قال له هو انت ما تعرفش طيشان ولا ايه؟ بس يوزي قال له سيب النصب التذكاري ده متاح للكل علشان يشوفوا قوتهم فيه، خلينا نشوف حجم قوته، وكده كده الناس دي مجرد نمل جنب الامبراطور وو. بس دولينج استخدم قوته وقال له ده بالنسبه لك، انما انا مش شايف الامبراطور اصلا. فاتصدموا من قوته الكبيره، ويون حست كمان بهاله قوته الكبيره وكتب اسمه على النصب التذكاري. كمان يوزي قال لنفسه اختباره من 7 سنين اتسبب في هزه ارضيه في المكان، ازاي جه واحد قوته اعلى من الامبراطور؟ هل الواد ده قوته من جبل الحاكم القديم؟ فطلب من دولينج انه يتعرف عليه، لكنه لا اختفى من قدامه وراح لشيخ وحكى له على اللي حصل. فقال له هو انت شفت وش الراجل ده؟ فبيرد يوزي وبيقول له اللي عملها كان مغطي عينه، هو ما لحقتش يشوفه لانه اختفى، بس حسيت انه عيل صغير. فبيقول الشيخ انا مش عارف هو اتعلم القوه دي كلها منين، وقالوا انه عدى الامبراطور بمستوى واحد. فطلبوا من يوزي يفضل في المدينه يحقق في الموضوع. وبعدها بنشوف وحشين بيهجموا على لين، لكن دولينج قال لهم انتوا بتكتبوا نهايتكم النهارده، بس هم قالوا له تعالى معانا السيد بتاعنا عايز يشوفك. لكنه قال لهم طب ما يجي بنفسه، اللي يخليه يبعت لي فردين. لكنهم اتعصبوا وقالوا انهم الوحوش الروحيه الجبل القديم. فلين حذرته لان قوتهم كبيره، لكنه خلص عليهم بكل سهوله وقال لها انه هيشويهم لان رحم الوحوش الروحيه يبقى فيه طاقه كبيره، فخدته منه علشان تاكل. في الوقت ده كان في واحد ماشي، هو اتصدم لما شاف اخته قاعده مع دولينج، فقال لها هو انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين الواد اللي قاعده معاه ده؟ وهي اتصدمت لما شافت اخوها. فدولينج كمان اتصدم لما عرف انه اخوها، واخوها كان متعصب وعايز يدي دولينج علقه موت، لكن اخته قالت لهم ايه رايكم تيجوا تاكلوا معايا؟ فهم جريوا ناحيتها على طول، بس في اتنين قالوا هو انتوا هتاخدوا الوحش بتاعي تاكلوه؟ فلين اتصدمت وقالت ايه اللي جاب جون وتشينج؟ هو بالله جون بيقول لاخو لين هو انت اللي سرقت الطاقه الناريه بتاعت اخويا؟ بس اخوها قال لها يروحوا للواد اللي قاعد يسالوه. فراح لدولينج وقال له لو ما طلعتش الطاقه اللي خدتها هكتب نهايتك بايدي. لكن دولينج قال له وريني اللي هتقدر تعمله. فرد جون وقال له انا سمعت انك قدرت تاخد المركز الاول، انا بحب اقتل العباقره واخلص على مستقبلهم، واستخدم قوه النجم المتنمر اللي كانت كبيره جدا. بس دولينج قال ان جسده الذهبي هيقدر يوقفه وقدر يتفادى هجمته، بس جون فضل يطارده، ولما ما عرفش يجيبه هجم عليه بطاقه كبيره خلاه مش قادر يتحرك، وبعدها هجم عليه. لكن دولينج قدر يتصدى الهجوم بتاعه، بس جون قال له ده بسبب القوه اللي سرقتها من اخويا الثالث. لكن دولينج قال له لهب ده بتاعنا، قوه اخوك ما ضافتليش كتير. فجون قال له طاقتك جامده بس انا هخلص عليك. هو فضل يكثف الطاقه بتاعته وهجم عليه وقال لتشينج يخلص عليه ويسترد طاقته، فهجم عليه بالرمح، لكن السيف الروحي دمر الرمح ده، ودولينج كثف طاقته هو كمان ودمر بيها طاقه جون، وقال لنفسه السيف انقذني مره تانية بس طاقتي خلصت، ولو دخلت في قتال دلوقتي هيبقى موقفه وحش قوي. هو كمان جون بيهجم عليه، بس جه اخوه الكبير وقف القتال وقال له هو انا مش قلت لك ما تعملش مشاكل في جبل الزراعه؟ فتشينج راح له وقال له الواد ده سرق النار بتاعتي. هو كمان اذى جون، بس الاخ الكبير طلب من دولينج انه يفسر له اللي حصل، لكن دولينج ما كانش مديه اهتمام وقال له لو سلمت النار بتاعت اخويا هعتبر مفيش حاجه حصلت. وفي اتنين بيستغربوا ان الاخ التالت بنفسه بيتفاوض مع واحد جديد هنا، وقالوا احنا لو مكانه هنوافق على طول. لكن دولينج
فداولينج قال له طب لو ما سلمتوش هتعمل ايه يعني؟ فالاخ الكبير قال له هو انت فعلا هتعمل كده؟ فبيرد عليه داولينج وبيقول له اه هتعمل ايه يعني؟ فبتتصدم لين وبتقول لنفسها الواد هيروح في داهيه، هو مش هيلحق اجيب حد من الشيوخ يلحقه اصلا. بس يون جت في الوقت ده وقالت له ايه يعني لو ما سلمش النار اللي خدها؟ فبيجري عليها داولينج وبيقول لها ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو انا وحشتك ولا ايه؟ وهي بترد وبتقول له هو انت مش عايزني اجي اشوفك؟ فبيستغرب الاخ التالت فيه، هو بيقول له نفسه ازاي يون قريبه قوي كده من الواد ده؟ وهو بيقرر يروح ليون يقول لها يا ريت تخلي صاحبك يسلم لي النار اللي سرقها من اخويا. لكن يون قالت له هو قدر انه ياخدها من اخوك، وبكده اخوك ملوش حق انه يستردها، انت ممكن تعوضه بنفسك عنها. لكنه اتعصب وقال لها النار بتاعته لازم ترجع وحالا. بس هي بترد وبتقول له هو انت بتهددني ولا ايه؟ فبيخاف وبيقول لها لا طبعا انا ما اقصدش كده. هو داولينج بيقول له انا هواجهك علشان نقرر مين اللي ياخد النار دي. لكنه بيتصدم وبيقول له هتقف قدام انا؟ فداولينج بيقول له ايوه انت. والكل بيتصدم وبيشوف انه عبيط. بس في بيقول له انا ما اقصدش استقل بيك، لكن ممكن اخلص عليك بايد واحده. ويون قالت له هنشوف في القتال، هنعمله بعد نهايه قاعه النجوم. ومشيت مع داولينج. بس تشينج قال لاخوه ازاي هتسيبهم يهربوا؟ انا متاكد انهم بيكسبوا وقت مش اكتر. بس في قال له هو انت فاكر ان ممكن اخسر بعد شهرين؟ وقال لنفسه يوم بتلعب بيه علشان تحمي اللي معاها. بعدها بنشوف يوم بتقول له داولينج هو انت تقدر تقف قدامه؟ فبيطلع لها حبه نار، او بتلاحظ انها قويه جدا، وبتقول له هو انت جبتها منين؟ فبقول لها ان لقاها بالصدفه. لكنها قالت له مستحيل دي قويه جدا. فقال لها هو انت شايفه ان الطاقه دي ممكن تتضاعف في المستقبل؟ بس هي قالت له ما تتحمسش قوي كده، هو فكر ازاي هتقف قدام في بعد شهرين. فقال لها ما تقلقيش انا هروح اتدرب دلوقتي. وهي قالت له ما يعملش مشاكل، هو في الليل بيكون بيتدرب في اوضته. هو بيجي له الشيخ سان، هو بيقول له اتمنى اني ما كنتش ازعجتك وانت بتتدرب. بس داولينج بيقول له يدخل. لكن سان قال له هو انت مش مستغرب من زيارتي؟ انا سمعت انك هزمت جون وانت تلميذ عند يون، علشان كده عايز اطلب منك طلب، بس الاول تعالى ورايا. وخدوا على مكان حجر النجم. بس داولينج قال له ان في شقوق كتير على الحجر. فسان قال له الحجر ده قريب هيتدمر، الحجر ده موجود من العصور القديمه، وستار اكاديمي كبرت بسببه، وممكن تدمير ستار اكاديمي يكون بسببه كمان. بس داولينج ما كانش فاهم حاجه. فسان قال له ستار اكاديمي بيكبر بسبب الحجر اللي قدامك، لانه بيجمع طاقه النجوم، واتبنت قاعه النجوم هنا بسبب الطاقه اللي بيجمعها، بتكون مليانه بالطاقه والمواد الغاليه بسببه، وفي ناس كسبت كل ثرواتها من هنا. فداولينج قال له انا عرفت ليه لما قاعه النجوم بتتفتح بيجي الناس من كل حته. بعدها بيبدا يحكي له عن سائل النجم. فداولينج قال له هو السائل ده بيحسن الطاقه؟ بس سان قال له لا بس هو بيقدر يصلح الحجر ده، علشان كده احنا لازم نلاقي السائل ده. فداولينج قال له عايزني انا اللي الاقيه؟ فبيضحك سان وبيقول له الطلبه القويه بيكونوا اذكياء قوي، انت اقوى جسم موجود هنا، وعلشان كده قررت اعتمد عليك. بس داولينج قال له لكن دي مسؤوليه كبيره وممكن ما اكونش قدها. لكن سان قال له ما تخافش، ما دام انا جيت لك لهنا يبقى انا واثق فيك، ومهما حصل مستحيل الاكاديميه تعاملك بشكل وحش. فداولينج قال باين كده ان مفيش قدامي اي اختيار. بعدها خدوا على بوابه غرفه التدريب الكبار في الاكاديميه، هو سمح له انه يتدرب فيها 5 ايام. بس داولينج قال له 5 بس؟ هو انت بخيل كده ليه؟ لكن سان قال له هتعرف لما تدخل، اشوفك بعد 5 ايام. بس داولينج قال له هيكون فيها يعني، ما هي مهما كانت غرفه تدريب. بس لما دخل لقى المكان مليان طاقه، فقال لنفسه انا سمعت ان في غرفه تدريب سريه في الاكاديميه، وباين كده ان هي دي الغرفه. ففرح وقال 5 ايام في الغرفه دي بيساوي نص سنه تدريب. بعدها بنشوف واحد بيقول لسان لو الواد ده طلع الاخبار بره هنعمل ايه فيه؟ بس سان قال له هو انت بتدور على المشاكل ليه؟ وفي الوقت ده داولينج كان بيتدرب وقوته بتتحسن بسرعه بسبب الطاقه اللي في المكان، لكنه بيحس ان في روح عايزه تدخل جوه طاقته، وبيشك ان ده بسبب الخيرزان الاخضر اللي خده من الكهف، وبيلاقي فعلا ان الخيرزان بيمتص الطاقه اللي حواليه بشكل كبير. فقال لنفسه بالطريقه دي كل طاقه المكان هتخلص في 3 ايام. وبعد 3 ايام كان سان قلقان، فقرر يروح يشوف في حاجه حصلت ولا لا. بس لما راح لهناك لقى باب الاوضه مفتوح وكل الطاقه اللي في المكان اختفت، فافتكر ان في هجوم حصل على المكان وسرقوا الطاقه وهربوا. لكن لقى ورقه من داولينج بيقول فيها ان الطاقه خلصت، فقرر يمشي. فبيتصدم سان ان الطاقه اللي موجوده من زمان هو خلصها. هو اتعصب وقال مخزون الطاقه اللي المفروض يكفي الاكاديميه كلها سنه خلصتها لوحدك. بعدها بنشوف النحله الذهبيه راحت للسيد بتاعها وقالت له ان القصر قرب يفتح وان دي فرصه للحصول على سائل النجم. فقال لها المره دي لازم نفوز بالنجم السائل، واتحركوا مع بعض. وبنشوف معلم بيقول لاخو تشينج علشان ترجع كرامتك لازم تكون انت الفايز بسائل النجم. بنشوف الامبراطور وباصص على نصبة تسكاري، بس في واحد بيقول له ما تقلقش احنا هننفذ اللي انت عايزه وهنجيب لك سائل النجم، وقال له انا معتمد عليه. بنشوف معلم بيسال عن داولينج، فيون قالت له هو زود قوته بطريقه كبيره لكنه اختفى من كام يوم، فخاف عليه بسبب مواجهته لاخوات عشيره تشينج. هل اختفاءه له علاقه بيهم؟ لكنها قالت له اكيد مش هم، وهو قال لها احنا هنفتح قاعه النجوم قريب وانا خايف الفرصه تضيع من داولينج. ويون قالت له انها
هي كمان خايفه من الموضوع ده لانها بقالها كذا يوم مش عارفه توصل له. وبنشوف لين قاعده فوق بيت وواحد بيجيب اتنين وبيسلطهم عليها، بعدها بيروح لها وبيخنقها وهي بتبكي وبتقول لدولينج هو انت رحت فين؟ وبكده يكون خلص الموسم الاول. يا ترى ايه اللي هيحصل في الموسم الثاني؟ ودولينج اختفى الايام دي كلها فين؟ وايه اللي هيحصل في لين؟ هل اختفاء دولينج له علاقه باخوات تشينج؟ كل ده اكتر هنعرفه في الموسم الثاني. بس لو كنت جديد في القناه ما تنساش تشترك وتعمل لايك وكومنت جميل زي كده علشان نكمل باقي الحكايه. باي من غير سلام.